السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبايبنا في كل مكان، طلاب تاني اعدادي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وافضل حال يا رب. واهلا وسهلا بك يا بطل في مراجعة ليلة الامتحان. النهارده باذن الله زي ما انت شايف قدامك كده بالبوستر الجميل ده، هنراجع على منهجك كلمه كلمه ان شاء الله. هنعدي على كل اجزاء المنهج من اول الوحده الاولى ثانيه ثالثه، هنشرح لك كل اجزاء المنهج بالتفصيل باذن الله. عاوزك بس تكون مركز معايا، تكون فاتح البوستر ده قدامك، لو هو معاك لو مش معاك هتلاقيه موجود في الديسكريبشن تحت الفيديو، حمله وافتحه معايا وتعالى نقول بسم الله الرحمن الرحيم. البوستر ده بص لامم لك كل اجزاء منهجك، انا هعدي لك على اجزاء منهجك، مش حكايه شرح بس لا، وهنشرح لك الافكار، يعني السؤال بيجي ازاي في الحته دي وما بيجيش ازاي. فركز معايا كده كده وقول بسم الله الرحمن الرحيم وتعالى نبدا بسم الله. عاوزك قبل ما تبدا المراجعه دي بص تلف كل الجروبات اللي عندك وتلف عند كل الناس اللي عندك، اي حد في تاني اعدادي هيسمع المراجعه دي باذن الله يستفاد. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندي الوحده الاولى كانت بتكلمني عن ايه يا مستر؟ الوحده الاولى كانت بتكلمني عن اول حاجه اسمها الحركه الدوريه، حاجه اسمها الحركه الدوريه. مستر ما تدخليش في الموضوع على طول كده اكنك انت اول واحد تسمع الشرح. بص قال لك احنا عندنا حاجه اسمها حركه في قلب الطبيعه. الحركه في منها نوعين، اما انتقاليه، الانتقاليه دي ان انا رحت من مكان لمكان تاني، رحت من نقطه بدايه لنقطه نهايه ووقفت. اما الحركه الدوريه بص كده، حركه دوريه عماله تتكرر بانتظام اهو، بص كده زي ما انا بلف كده، عامل زي اللي بيلف كنافه. شفت حركه المروحه دي اسمها حركه دوريه. ليه بقى؟ بتتكرر بانتظام وعلى فترات زمنيه متساويه، على فترات زمنيه متساويه. فقال لك اكتب المصطلح العلمي، الحركه الدوريه التي تتكرر بانتظام على فترات زمنيه متساويه دي اسمها الحركه الدوريه، دي اسمها الحركه الدوريه. الحركه الدوريه في منها نوعين، حركه اهتزازيه وحركه موجيه. الدرس الاول بيكلمني عن حاجه اسمها الحركه الاهتزازيه. بص الحركه الاهتزازيه هي حركه تتكرر بانتظام على فترات زمنيه متساويه. بس لاحظ بقى، بص دي كانت بتتكرر وخلاص كده صح؟ ماشي. قال لك الحركه الاهتزازيه لو انت جبت زي البندول، البندول ده لو انت حركته هتلاقيه عمال يتحرك يمين وشمال، ده اسمه موضع السكون اللي كان فيه. لما تزقه كده رايح جاي على جانبي موضع السكون، فقال لك كلمه على جانبي موضع السكون دي هي اللي بتبين لي ان دي حركه اهتزازيه، ان دي حركه اهتزازيه. يبقى يقول لك علل هي دي حركه اهتزازيه ليه؟ لان الجسم يتحرك على جانبي موضع السكون. يقول لك طب علل هي حركه دوريه فقط ليه؟ لان الجسم لا يتحرك على جانبي موضع السكون. سؤال بيجي وسؤال مشهور، لعبه النحله لا تعتبر حركه اهتزازيه ليه؟ لعبه النحله بتلف كده بالظبط، اللي هو الدبور اللي انت بتلعب بيه في الشارع ده، لعبه النحله بتلف كده بالظبط، هي تتكرر بانتظام ماشي وعلى فترات زمنيه متساويه ماشي، بس على جانبي موضع السكون لا، فهي لا تعتبر حركه اهتزازيه. ركز بقى معايا، قال لك لو انت جيت رسمت كده البندول بتاعك، البندول بتاعك بيكون عامل ازاي؟ ادي البندول اهو بيكون عامل كده بالظبط. قال لك البندول ده كده في موضع السكون، البندول ده كده في موضع السكون. اول ما انت تشده الناحيه دي قال لك هيجي هنا، هيجي هنا. فقال لك دلوقتي بقى انا اول ما جبته هنا وسبته هيفضل رايح جاي، هيفضل رايح جاي نفس المنظر ده ماشي. ايه يا مستر برضو اللي انت عايز تقوله؟ بقول لك دلوقتي ان البندول اول ما انا سحبته كده عمال رايح جاي، السرعه لما بتيجي هنا عند اقصى مكان هو واصل له اللي هو اقصى ازاحه، السرعه ساعتها هتكون بصفر، السرعه ساعتها هتكون بصفر. نسيتها؟ افتكر اللي هي المرجحه اللي رايحه جايه، اللي هي المرجحه اللي بتفضل رايح جاي بيها. قال لك المرجحه دي اول ما انت بتيجي تطلع كده تحس ان السرعه بتاعتك بقت بصفر، السرعه بتاعتك بقت بصفر. طب تعالى انزل، هتيجي عند موضع السكون ده بيبقى اقصى سرعه، فالسرعه بتكون اكبر ما يمكن عند موضع السكون، السرعه تكون اكبر ما يمكن عند موضع السكون. تيجي عند اقصى ازاحه في الحته دي السرعه تكون اقل ما يمكن اللي هي بصفر. عايز اقول لك على حاجه بقى، ان السرعه تتناسب طرديا مع طاقه الحركه، تتناسب طرديا مع طاقه الحركه. بقول لك ان هنا ان السرعه اكبر ما يمكن يبقى طاقه الحركه اكبر ما يمكن. ليه يا مستر؟ تبعا لقانون ايه؟ قال لك انت عندك قانون من اولى اعدادي بيقول لك ان طاقه الحركه بتساوي نص الكتله في مربع السرعه. دي كده الجزئيه بتاعه الحركه الاهتزازيه. فالحركه الاهتزازيه على كده نقرا مع بعض، هي حركه دوريه تتكرر بانتظام على فترات زمنيه متساويه على جانبي موضع السكون. السرعه بتكون اكبر ما يمكن عند موضع السكون وصفر عند اقصى ازاحه. في حاجه صعبه؟ قال لك لو انت جيت تمثل الحركه الاهتزازيه دي هتمثلها بحاجه اسمها منحنى جايبي، هتمثلها بحاجه اسمها منحنى جايبي. ماشي يا مستر. المنحنى الجايبي اللي هو بيكون مرسوم كده ده،
المنحنى الجانبي ده اسمه ايه؟ قال لك دي كده اسمها حركه اهتزازيه، اسمها حركه توافقيه بسيطه، وهي ابسط صور الحركه الاهتزازيه. والله السؤال ده بيجي كتير. ابسط صور الحركه الاهتزازيه الحركه التوافقيه البسيطه، الحركه التوافقيه البسيطه. يبقى كده الحركه الاهتزازيه اول سؤال ممكن يسالك على تعريفها، ثاني سؤال يسالك على السرعه اكبر في حته فين، ثالث سؤال الابسط صور الحركه الاهتزازيه الحركه التوافقيه البسيطه. بعد كده الحركه الاهتزازيه بتمثل بمنحنى نمط، تمثل بمنحنى جانبي، تمثل بمنحنى جانبي. دي كده اللي هي الشرح بتاع الحركه الاهتزازيه والاسئله اللي ممكن تيجي عليها. قال لك الحركه الاهتزازيه ليها بعض الخصائص. ما هم الخصائص بتاعتهم؟ 4 خصائص بالظبط. ما هم مستر الاربع خصائص؟ تعالي كده. ما هم مستر الاربع خصائص؟ قال لك الاربع خصائص رقم 1 سعه الاهتزازه. لما انت جيت ترسم المندول كده وسحبت المندول الناحيه دي، قال لك المسافه دي اسمها سعه اهتزاز، اسمها سعه اهتزاز. فاقصى ازاحه يصل اليها الجسم المهتز دي اسمها سعه الاهتزاز. وحده قياسها ايه؟ بالمتر. وحده قياسها بالمتر. اقصى ازاحه سعه اهتزاز، اقصى ازاحه سعه اهتزاز. مستر طب تعال، قال لك دلوقتي احنا عندنا نفس المندول ده اهو. قال لك انا سحبته الناحيه دي، راح الناحيه دي، هيرجع اكيد طبعا مش هيقف هناك، بعد كده راح الناحيه دي، استنى، بعد كده رجع كده. فقال لك عمل ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4، عمل 4 ساعات اهتزازه. دي اسمها اهتزازه كامله، دي اسمها اهتزازه كامله. الاهتزازه الكامله هم 4 ساعات اهتزازه، هم 4 ساعات اهتزازه، وعدى على نفس النقطه مرتين متتاليين. في حاجه صعبه؟ لا. قال لك دي كده ساعه الاهتزازه هي عباره، ساعه الاهتزازه هي اقصى ازاحه. طب الاهتزازه الكامله هي عباره عن 4 ساعات اهتزازه. يعني بقول لك ايه، ساعه الاهتزازه هنا لو ب2، بقول لك دلوقتي ساعه الاهتزاز كام؟ هتقول لي ب2 يا مستر. طب ماشي، الاهتزازه الكامله بكام؟ اضرب 2 في 4 هتطلع بكام؟ ب8. هتطلع ب8. في حاجه صعبه؟ لا. قال لك طب تعالى نكمل. الزمن الدوري. ما هو الزمن الدوري يا مستر؟ قال لك لما بتيجي تعمل اهتزازه كامله انت بتروح في زمن وتيجي في زمن، صح؟ فقال لك زمن الاهتزازه الكامله ده، زمن الاهتزازه الكامله ده اسمه الزمن الدوري، اسمه الزمن الدوري. فالزمن اللازم لعمل اهتزازه كامله ده اسمه الزمن الدوري، ده اسمه الزمن الدوري. ماشي يا مستر. ايه قانون الزمن الدوري؟ بدأت بزمن يبقى ابدأ بزمن. قال لك الزمن الدوري هو الزمن بالثانية، الزمن اللي هيدولك مثلا اداك الزمن ب4 ثواني مثلا، الزمن بالثانية على عدد الاهتزازات الكاملة. بقول لك انا عملت 1 اهتزازة كاملة، 2 اهتزازة كاملة، 4 اهتزازة كاملة، على حسب هو يقول لك ايه. فقال لك دلوقتي ان الزمن الدوري قانونه بيقول ايه؟ الزمن الدوري بيساوي الزمن بالثانية على عدد الاهتزازات الكاملة. بدأت بزمن يبقى ابدأ بزمن، بدأت بزمن يبقى ابدأ بزمن. فالزمن الدوري هو الزمن اللازم لعمل اهتزازة كاملة. رقم 2 التردد. قال لك التردد عكس الزمن الدوري. مش انا كنت بدات بزمن يبقى ابدا بزمن، زمن على عدد اهتزازات؟ لا، هنا عكس. ده التردد عدد اهتزازات على الزمن بالثانيه. التردد عدد الاهتزازات الكامله في الثانيه الواحده على الزمن بالثانيه. مستر انا مش فاهم حاجه وتهت. قال لك انت دلوقتي هم عندك قانونين مفيش غيرهم. قال لك القانون الاول بيقول لك ان احنا عندنا حاجه اسمها الزمن الدوري. الزمن الدوري بيساوي ايه؟ بدات بزمن يبقى ابدا بزمن هو زمن على عدد الاهتزازات، على عدد الاهتزازات. التردد بيساوي ايه؟ بدات بدال يبقى ابدا بدال. التردد هو عدد الاهتزازات على الزمن بالثانيه. التردد هو عدد الاهتزازات على الزمن بالثانيه. فبص كده، التردد هو مقلوب الزمن الدوري، يعني معكوسه، يعني بيقلبه. فاقول لك ايه، انا ممكن اقول لك ان الزمن الدوري بيساوي 1 على التردد، او اللي هو اللي كان مكتوب فوق، او ان انا اقول لك ان التردد بيساوي 1 على الزمن الدوري. الاثنين عكس بعض، الاثنين عكس بعض، يبقى بينهم علاقه ايه؟ بينهم علاقه عكسيه، بينهم علاقه عكسيه. اكمل او علل. يقول لك علل. هو ليه لما الزمن الدوري بيزيد التردد بيقل؟ لان بينهم علاقه عكسيه، لان بينهم علاقه عكسيه. والتردد بيساوي مقلوب الزمن الدوري اهو. التردد بيساوي مقلوب الزمن الدوري، والزمن الدوري برضه بيساوي مقلوب التردد. قال لك طب ماشي، انا الزمن الدوري ده بقيسه بايه؟ قال لك اي زمن بقيسه بالثانيه، اي زمن بقيسه بالثانيه. ماشي يا مستر. قال لك طب التردد بقى بقيسه بايه؟ التردد بنقيسه بوحده اسمها الهرتز. التردد بنقيسه بوحده اسمها الهرتز. وحدة الهرتز دي اللي دي لها مضاعفات، يعني ليها حاجات اكبر منها بس في نفس الفئة بتاعتها. قال لك اقل حاجة الهرتز، احطها على السلم من اول سلم. ماشي. طب تعال، الاكبر منها كيلو هرتز، الاكبر منها كيلو هرتز، الاكبر منها على طول ميجا هرتز، اكبر حاجة جيجا هرتز، اكبر حاجة جيجا هرتز. طب تعالى لي، الجيجا فيها كام ميجا؟ الجيجا فيها 1000 ميجا. ماشي. الميجا فيها 1000 كيلو، الكيلو فيه 1000 هرتز. مستر انا استفدت ايه كل ده؟ قال لك انت عندك حاجه اسمها تحويلات. لو انا عندي مثلا الجيجا هرتز وعايز احول للميجا هرتز وعايز احول للميجا هرتز، قال لك وانا نازل السلم بضرب في 10 اس 3، سلمه واحده بضرب في 10 اس 3، سلمه واحده بضرب في 10 اس 3. فده كده الطريقه بتاعت سلم التحويلات، وده افضل طريقه تحفظ بيها او تفهم بيها التحويلات.
اديني مثال يا مستر. بقول لك دلوقتي معاك 10 جيجا، 10 جيجا دولت اهي 10 استنى 10 جيجا، ال 10 جيجا دولت يا مستر هيساووا كام هرتز؟ هيساووا كام هرتز؟ يا مستر ده انت فين؟ وشوف انت واقف فين وعايز توصل لفين. انت عند جيجا هرتز عايز توصل للهرتز، عايز توصل للهرتز، هتنزل ادي 1 ادي 2 ادي 3، 3 سلمات. حط الرقم اللي انت جايبه زي ما هو 10 في، انت عايز تنزل قد ايه؟ ادي 1 10 اس 3، ادي 2 10 اس 3، ادي 3 10 اس 3، 3 و3 كام؟ 6 و3 9، يبقى في 10 اس 9 في 10 اس 9. ما انا في الضرب بجمع الاسس، اوعى تقول لي 10 او انت تقول لي اي حاجه، اللي هو دلوقتي 10 اس 9. يعني مثلا نزلت 3 سلمات 10 اس 9، نزلت سلمتين 10 اس 6، نزلت سلمه واحده 10 اس 3، ضربت 10 في 10 اس 9 كده هيطلع لي الرقم. صعبه؟ لا، دي كده التحويلات اللي ممكن تيجي لك. سلم التحويلات ده مهم. انا دلوقتي اكبر واحد الجيجا، اكبر حاجه الجيجا. طب بعد كده اللي اقل منها على طول الميجا، اللي اقل منها على طول الميجا، اللي اقل منها الكيلو، اللي اقل منها الكيلو، واللي اقل منها خالص هو الهرتز. وانا طالع السلم بقى بص وانا طالع السلم وانت طالع السلم بتضرب في 10 اس سالب 3، او تقسم على 10 اس 3، او تقسم على 10 اس 3، الاثنين واحد، الاثنين واحد. في حاجه صعبه دي كده التحويلات او مضاعفات الهرتز، التحويلات او مضاعفات الهرتز بالمره على نفس السلم عشان ما تقعدش تعمل سلالم جديده. عندك المتر، قال لك دلوقتي المتر ده انت هتحطه على اكبر سلمه. ايه اللي اقل من المتر؟ المليمتر، المليمتر، والاصغر الميكرومتر، والاصغر حاجه النانومتر، واصغر حاجه النانومتر. فقال لك انت عندك اكبر حاجه المتر، المتر فيه 1000 ملي، فتضرب في 10 اس 3 وانت نازل. الملي فيه 1000 يبقى برضه هتضرب في 10 اس 3 وانت نازل للمايكرو. عايز انزل تاني للنانومتر هتضرب في 10 اس 3. طب بقول لك ايه، انا عايز انزل من متر للنانومتر على طول، هتعمل ايه؟ هتضرب في 10 اس 9، هتضرب في 10 اس 9. طب بقول لك ايه، انا عايز اطلع، يبقى تضرب في 10 اس سالب 9، 10 اس سالب 9. التحويلات دي بص قصتها كبيره، كل السلم ده هو اللي بيحولها لك. شوف انت واقف فين وعايز تروح فين بس، وانت واقف فين وهتروح فين. شوف بقى انت هتضرب في كام بس، او هتقسم على كام. في حاجه صعبه؟ لا. تعالى يلا نكمل الشرح بتاعنا. قال لك بعد كده دخلت على الدرس الثاني وهو تعريف الموجه. ما هي الموجه؟ تعالى هات طوبه وارميها في نص البحر هتعمل موجات بنفس المنظر ده. فقال لك الموجه هو الاضطراب اللي بينتقل، عمال ينتقل اهو من موجه للثانيه، ويقوم بنقل الطاقه في اتجاه انتشاره. يعني بص الموجه دي وهي بتتنقل عماله تنقل الطاقه. تعالى على الشاطئ، الشاطئ بيضرب فيه موجه على طول صح؟ الموجه اللي بتضرب فيه دي بتنقل طاقه فبتؤدي الى تاكل الشواطئ. الشواطئ بتتاكل ليه؟ بسبب نقل الطاقه، بسبب نقل الطاقه. فالموجه يعني اضطراب، موجه يعني اضطراب، موجه يعني اضطراب، بتنتقل وتقوم بنقل الطاقه. دي كده تعريف الموجه، ده كده تعريف الموجه. الحركه الموجيه دي اللي حصلت دي هي الحركه الدوريه. مش احنا قلنا الحركه الدوريه، والحركه الدوريه نوعين، حركه اهتزازيه وحركه موجيه. الحركه الموجيه هي الحركه الدوريه التي تنشا من اهتزاز جزيئات الوسط. بص اول ما رميت الطوبه هنا جزيئات الوسط قعدت تهتز بنفس المنظر ده. قال لك دي كده اسمها الحركه الموجيه. فالحركه الدوريه الناشئه عن اهتزاز جزيئات الوسط في لحظه ما باتجاه معين، في اتجاه انتشار الموجه يعني. قال لك ده كده الحركه الموجيه، دي كده الحركه الموجيه. خط انتشار الموجه هو الخط او الاتجاه اللي بتتقدم فيه الموجه. يعني مثلا موجه البحر عماله تضرب الناحيه دي، ده اسمه خط انتشار الموجه، ده اسمه خط انتشار الموجه. فخط انتشار الموجه هو الاتجاه اللي بتتقدم فيه الموجه. كده الصفحه الاولى خلصت. فيها حاجه صعبه؟ الصفحه الاولى كلها كانت بتتكلم عن الحركه الاهتزازيه وخصائصها وسلم التحويلات بتاع التردد والمتر والنانومتر وهكذا. وبعد كده اتكلمنا عن الموجه وقلنا الموجه هي اضطراب بيقوم بنقل الطاقه في اتجاه انتشاره. وقال لك ايه كمان؟ الحركه الموجيه هي الحركه الدوريه الناشئه عن اهتزاز جزيئات الوسط. خط انتشار الموجه ده الاتجاه اللي بتتقدم فيه الموجه. ركز بقى معايا كده بص. قال لك انت عندك انواع الموجات، انواع الموجات تصنف تبعا لحاجتين: اتجاه اهتزاز جزيئات الوسط تبعا لخط انتشار الموجه، ماشي. وقال لك تصنف كمان تبعا لقدرتها على الانتشار في الفراغ. واحده واحده وركز معايا. قال لك انت عندك بص كده، لما اجي ارسم لك الخط ده لو انت لقيت اتجاه ده كده خط انتشار الموجه، لو انت لقيت اتجاه اهتزاز جزيئات الوسط بنفس المنظر ده عمودي على خط انتشار الموجه، عمودي يبقى موجه مستعرضه، عمودي يبقى موجه مستعرضه. اكتب المصطلح العلمي: الاضطراب الذي ينتقل ويقوم بنقل الطاقه ويكون عموديا على خط انتشار الموجه. لمحت كلمه عمودي اسمها موجه مستعرضه. عمودي موجه مستعرضه، عموديا موجه مستعرضه. العمودي ده هتلاقيه بيكون قمه وقاع، ادي قمه ادي قاع، ادي قمه ادي قاع، بيكون قمم وقاعان، بيكون قمم وقاعان. القمه هي اعلى نقطه، القمه اعلى نقطه، القاع اقل نقطه، والقاع اقل نقطه. يبقى موجه مستعرضه
قمه وقاع، موجه مستعرضه قمه وقاع. اتجاه انتشار الموجه يكون عمودي، اتجاه انتشار اتجاه اهتزاز جزيئات الوسط بيكون عمودي على خط انتشار الموجه. ده كده اول حاجه من اللي هو اتجاه اهتزاز جزيئات الوسط. طب تعالى رقم 2، اتجاه اهتزاز جزيئات الوسط بقى لو ما كانش عمودي، لو كان في نفس اتجاه، ازاي يا مستر؟ تعالى لما نرسمها. بص، لو انت عندك خط انتشار الموجه كده وهتلاقي اتجاه اهتزاز جزيئات الوسط عمال يعمل كده، بص انا رايح فين؟ رايح جاي رايح جاي على نفس الخط. فقال لك طالما في نفس اتجاه انتشار الموجه، قال لك دي كده اسمها موجه طوليه زي موجه الصوت، زي موجه الصوت. قال لك بتتكون من ايه؟ بتتكون من تضاغطات وتخلخلات. تضاغط تخلخل، تضاغط تخلخل، بتتكون من تضاغطات وتخلخلات. التضاغط هي المنطقة التي ترتفع فيها ضغط وجزيئات الوسط، التخلخل ده المنطقة التي تنخفض فيها ضغط وجزيئات الوسط. انا بقول لك كل حاجة اهو، في حاجة صعبة؟ لا. يبقى عمودي مستعرضة، عمودي مستعرضة في نفس الاتجاه طولية، في نفس الاتجاه طولية. قال لك بقى بص، لو انت حبيت ترسم المنظر ده هتلاقي ان القمة هتقابلها تضاغط والقاع يقابله تخلخل، القمة يقابلها تضاغط والقاع يقابله تخلخل بنفس المنظر ده. فقمة افتكرها كده، الناس اللي في القمة بتكون مضغوطة، فالقمة يقابلها تضاغط. القمة في الموجة المستعرضة يقابلها نقط في الموجة الطولية يقابلها تضاغط، بينما القاع يقابله تخلخل، بينما القاع يقابله تخلخل. بالله عليك ركز معايا. يلا يا معلم نكمل. فقال لك دلوقتي احنا عندنا الموجة المستعرضة، قلنا قال لك الموجة المستعرضة دي بتكون اتجاه اهتزاز جزيئات الوسط بيكون عمودي وبتكون قمة وقاع. الموجة الطولية بيكون في نفس الاتجاه بتكون تضاغط وتخلخل، القمة يقابلها تضاغط. ده مهم قوي وبتتكرر كتير، خلي بالك من دي. اللي انا اقول لك خلي بالك منه ده خلي بالك منه، كل اللي موجود في البوستر خلي بالك منه عموما. قال لك القمه يقابلها تضاغط والقاع يقابله تخلخل. ده كده اول نوع من الموجات. قال لك النوع الثاني بنصنفه تبعا لقدرتها على الانتشار. قال لك رقم 1، لو لقيت الموجه بتنتشر في الفراغ عادي زي الضوء، قال لك لا يلزم لانتشارها وجود وسط مادي تنتشر في الفضاء وفي الفراغ عادي. قال لك دي اسمها موجه مستعرضه زي الضوء، دي اسمها موجه كهرومغناطيسيه، دي اسمها موجه كهرومغناطيسيه، دي اسمها موجه كهرومغناطيسيه شبح ماشيه في اي حاجه. والله في فراغ انا ماشيه، مفيش فراغ انا ماشيه، في وسط مادي انا ماشيه، مفيش وسط مادي انا ماشيه. لا يلزم لانتشارها وجود وسط مادي. دي موجه لا يلزم لانتشارها وجود وسط مادي، سرعتها بتكون كبيره جدا 3 في 10 أس 8 متر على الثانيه، بتكون سرعتها 3 في 10 أس 8 متر على الثانيه، وكلها بتكون موجات مستعرضه، كلها بتكون موجات مستعرضه. يبقى الموجه الكهرومغناطيسيه لا يلزم لانتشارها وجود وسط مادي زي موجه الضوء. قال لك ايه كمان؟ سرعتها بتكون 3 في 10 أس 8 متر على الثانيه في الفراغ، لما بتدخل في الوسط المادي بتقل شويه. الموجة الميكانيكية، الموجة الميكانيكية زي موجة الصوت. موجة الصوت دي موجة ميكانيكية يلزم لانتشار وجود وسط مادي، يعني ما بتمشيش الا في الوسط المادي، ما تعرفش تتكلم الا في الهواء. تعالى كده ناخد بعضنا ونقعد في الفضاء، هنقعد في الفضاء مش هنسمع بعض. ليه؟ علل. لان الصوت من الموجات الميكانيكية التي يلزم لانتشارها وجود وسط مادي، الصوت من الموجات الميكانيكية يلزم لانتشارها وجود وسط مادي. قال لك بقى الصوت اللي هو الموجة الميكانيكية ده في منه مستعرض وفي منه طويلة، اللي هو طولية يعني طولية. الطولية دي زي موجة الصوت، الطولية دي زي موجة الصوت. طب المستعرضة زي موجة الماء، المستعرضة زي موجة الماء. وكمان سرعتها بتكون أبطأ بكتير من الموجة الكهرومغناطيسية، سرعتها بتكون أبطأ بكتير من الموجة الكهرومغناطيسية. ملخص الحتة دي، ملخص الحتة دي، قال لك أنت عندك نوعين من الموجات، الموجة الكهرومغناطيسية لا يلزم لانتشارها وجود وسط مادي، سرعتها بتكون كبيرة جدا 3 في 10 أس 8، شبح سرعتها كبيرة بتنتشر في أي حاجة. بص يسميها الشبح. دي بقى البطة البلدي بتاعتنا. الموجة الميكانيكية يلزم لانتشار وجود وسط مادي، ما بتعرفش تنتشر في الفراغ. قال لك ايه كمان؟ بتكون في منها مستعرض وفي منها طوليه، وقال لك بتكون بطيئه، وبتكون بطيئه مثل موجه الصوت، مثل موجه الصوت. ليه احنا بنشوف البرق قبل ما بنسمع الرعد؟ لان البرق من الموجات الكهرومغناطيسيه التي سرعتها 3 في 10 أس 8 متر على الثانيه، بينما الرعد من الاصوات التي موجات ميكانيكيه فبتكون سرعتها بطيئه، بتكون سرعتها بطيئه. خصائص الحركه الموجيه، احنا كنا بنتكلم عن الموجات، قال لك بعد كده ناخد خصائص الحركه الموجيه. ليها 4 خصائص برضو. رقم 1 طول الموجه، رقم 1 طول الموجه. لو انت جيت رسمت كده نفس المنظر ده، قال لك انت هترسم قمه وقاع، قمه وقاع، قمه وقاع بنفس المنظر ده. قال لك دلوقتي المسافه بين القمتين المتتاليين او القاعين المتتاليين، مسافه بين قمتين متتاليين او قاعين متتاليين، دي اسمها طول الموجه، دي اسمها طول الموجه اللي هو اسمه لام، اللي هو اسمه لام. قال لك لام ده هو المسافه بين
بين قمتين متتاليين او قاعين متتاليين، وهي المسافه الافقيه، هي المسافه الافقيه. ركز معايا عشان في هنا حته حلوه. قال لك طب ايه كمان بعد كده؟ سعه الاهتزاز. سعه الاهتزاز هي اقصى ازاحه، سعه الاهتزاز هيبقى اقصى ازاحه، بس هنا بقى تبقى اسمها سعه موجه عشان دي حركه موجيه. سعه الموجه برضو هي اقصى ازاحه. بص بقى، سعه الموجه هي الحركه، هي الايه؟ المسافه اللي بتكون هنا، هي المسافه الرأسيه دي. بص، هي المسافه الرأسيه دي. فركز معايا، انا بقول لك ان المسافه دي اسمها سعه الموجه، ماشي. لما اقول لك سعه الموجه مثلا هنا ب2 فتقول انها ب2. لو انا قلت لك بقى المسافه دي كلها بين القمه والقاع المتتاليين بس مسافه رأسيه، مسافه رأسيه كده، وقلت لك ان دي كلها ب4، يبقى دي بكام؟ اللي فوق دي لوحدها بكام؟ يبقى اللي فوق دي لوحدها ب2. فركز، ساعتها تقسم على الاثنين او تضرب في نص. يعني في حاجه صعبه؟ لا. يبقى طول الموجه المسافه بين قمتين متتاليين او قاعين متتاليين. سعه الموجه هي اقصى ازاحه، سعه الموجه هي اقصى ازاحه. سرعه الموجه قال لك ما هي سرعه الموجه؟ هي المسافه اللي بتقطعها الموجه في الثانيه الواحده. اي سرعه بتساوي مسافه على زمن، اي سرعه بتساوي مسافه على زمن. دي كده سرعه الموجه، دي كده سرعه الموجه. فبيقول لك هي المسافه التي تقطعها الموجه في الثانيه الواحده، يعني في الزمن، ماشي. قال لك سرعه انتشار الموجه برضو ممكن نحسبها بقانون تاني. قال لك اللي هو العين بتساوي ت في لام، العين بتساوي ت في لام. العين هي سرعه انتشار الموجه، الت التردد، اللام الطول الموجي، اللام الطول الموجي. اقسم بالله ده جاي لك في الامتحان، هيجي لك في مساله، هيجي لك في اكمل، في اختر او في اي حاجه، بس القانون ده لازم يجي لك. يقول لك دلوقتي اول حاجه احنا عندنا ان العين بتساوي ت في لام. عايز بقى اقول لك على حاجه، السرعه تتناسب طرديا مع التردد والطول الموجي. التردد بقى والطول الموجي الاثنين عكس بعض، الاثنين يتناسبان عكسيا، الاثنين يتناسبان عكسيا. يعني لو التردد زاد الطول الموجي هيقل، لو الطول الموجي زاد التردد هيقل، وهكذا. الاثنين عكس بعض، الاثنين عكس بعض. قال لك بعد كده دخلنا على حاجه اسمها التردد، والتردد بدات بدال يبقى ابدا بدال، فهو عدد موجات بقى مش عدد اهتزازات، عدد موجات على الثانيه الواحده. تعال ناخد اخر حته في الوحده الاولى. قال لك انت عندك دلوقتي حمامات اللي هي العلاج الطبيعي اللي هي الجاكوزي. قال لك عندك بتفك التشنجات العضليه بالميه الدافيه، والتشنجات العصبيه اللي فيها ب بتفك بالميه البارده اللي فيها ب، بتفك بالميه البارده اللي فيها ب. قال لك التردد بيتناسب عكسيا مع الطول الموجي، لسه قايلين. سرعه الصوت بقى في الماده الصلبه اكبر حاجه، بعد كده في الماده السائله، بعد كده في الماده الغازيه اقل حاجه. يبقى سرعه الصوت اكبر حاجه في الماده الصلبه. عشان كده كلاب الحراسه بتنام واذنيها على الارض. ليه؟ لان سرعه الصوت في الماده الصلبه اكبر ما يمكن، عشان تعرف تسمع دبه رجلك قبل ما توصل لها. فعشان كده هو مش بتنام على الارض كده وخلاص، بتنام كلاب الحراسه على الارض. ليه السؤال ده اقسم بالله بيجي يعلل اهو؟ ليه؟ لان سرعه الصوت في المواد الصلبه اسرع من اي وسط اخر، اسرع من اي وسط اخر. دي كده ملخص الوحده الاولى. تعال نقول بسم الله الرحمن الرحيم وندخل على ملخص الوحده الثانيه، واللي هي الاكبر عندك، عباره عن 3 دروس. فركز معايا. قال لك بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجه اتكلمنا عنها حاجه اسمها الصوت. ما هو الصوت؟ قال لك الصوت هو مؤثر خارجي زي اللي انا بعمله اهو، هو مؤثر خارجي بيأثر على الاذن بتاعتك اهو، فيسبب الاحساس في السمع، فيسبب الاحساس بالسمع. قال لك الصوت عباره عن موجه ميكانيكيه طوليه. السؤال ده بيجي علل الصوت عباره عن موجه ميكانيكيه طوليه بنفس النص ده. قال لك الصوت عباره عن موجه ميكانيكيه لانه يلزم لانتشار وجود وسط مادي لا ينتشر في الفراغ. طب طوليه ليه؟ لان اتجاه اهتزاز جزيئات الوسط بيكون في نفس اتجاه انتشار الموجه. سرعه الصوت في الهواء قد ايه؟ ب 340 متر على الثانيه. سرعته قليله، ب 340 متر على الثانيه، وممكن يزيد وممكن يقل بس حاجه بسيطه على حسب عوامل الجو. المهم انت عندك الرقم الحفظ ايه؟ ان بيقول لك سرعه الصوت 340 متر على الثانيه. سرعه الضوء 3 في 10 اس 8. بص الفرق ما بين الرقم 3 في 10 اس 8، يعني 3 وجنبها 8 اصفار. ده 340 متر على الثانيه. انت متخيل فرق الرقم طبعا. فقال لك دلوقتي سرعه الصوت في الهواء ب 340 متر على الثانيه. الصوت اما يكون نغمه موسيقيه ذات تردد منتظم ترتاح الاذن لسماعها، زي صوت البيانو كده، ماشي، صوت اللي هي الالات الموسيقيه، الحاجات دي. طب تعال، قال لك طب لو اللي هي ذات تردد غير منتظم، صوت الضوضاء زي صوت مثلا الشاكوش، زي صوت مثلا الحفار اللي هو اللي بيحفر في الشارع، كل دي اسمها صوت ضوضاء ذات تردد غير منتظم، ذات تردد غير منتظم، ماشي، لا ترتاح الاذن لسماعها. ممكن يقول لك اكتب المصطلح العلمي. اول حاجه اصوات ترتاح الاذن لسماعها ويكون ترددها منتظم. قال لك دي النغمات الموسيقيه. اصوات ذات تردد غير منتظم لا ترتاح الاذن لسماعها، دي الضوضاء. في حاجه صعبه؟ لا. ده كده
الحته اللي هي بتاعه الصوت. تعال ندخل على الحته اللي بعديها. قال لك دلوقتي احنا عندنا الصوت ليه 3 خصائص، ليه 3 خصائص، ركز معايا في الحته دي عشان اساسي في الامتحان برضه. ليه 3 خصائص: درجه صوت، شده صوت، نوع صوت. هميز لك ما بين الثلاثه باقل مجهود ممكن. تعال قال لك رقم 1 درجه الصوت بتميز بين الصوت الحاد والصوت الغليظ. ما الفرق ما بين الصوت الحاد والصوت الغليظ؟ الصوت الحاد قال لك تردده بيكون عالي، تردده بيكون عالي، بيعمل عدد اهتزازات كتير، بيعمل عدد اهتزازات كتير. بينما الصوت الغليظ زي صوت الراجل، بص كده، تردده بيكون قليل، تردده بيكون قليل. صوت المرأة صوت حاد، تلاقيه مسسع كده، صوت حاد. قال لك طب صوت الرجل بيكون صوت غليظ، الاحبال الصوتيه عنده بص بتعمل عدد اهتزازات قليله، فالتردد بيكون قليل. فكلما زاد التردد زادت درجه الصوت فتزداد الحده. كلما زاد التردد، ركز معايا، التردد زاد، عدد الاهتزازات هيزيد، عدد الاهتزازات هيزيد، الحده هتزيد، الحده هتزيد، يبقى درجه الصوت هتزيد. عايز بقى اطلع بقانون برضو، درجه الصوت تعتمد على التردد، درجه الصوت تعتمد على التردد، درجه الصوت فيها دلاله بتعتمد على التردد، بتعتمد على التردد. لو التردد زاد درجه الصوت هتزيد، درجه الصوت هتزيد. الصوت الحاد ده الصوت الاعلى في التردد زي صوت المراه، زي صوت العصفور، والصوت الغليظ ده الصوت الاقل في التردد. كلما زاد التردد زادت درجه الصوت. قال لك بعد كده عندنا العلاقه بين طول عمود الهواء، يعني لو جبت ازازتين ومليتهم، العلاقه بين طول عمود الهواء، طول عمود الهواء كل ما قل كل ما درجه الصوت زادت، كل ما درجه الصوت زادت. فكلما قل طول عمود الهواء كلما زادت درجه الصوت. الاثنين عكس بعض، الاثنين عكس بعض، فقال لك بينهم علاقه عكسيه، بينهم علاقه عكسيه. اكمل العلاقه بين طول عمود الهواء ودرجه الصوت علاقه عكسيه، علاقه عكسيه. تعال لما نكمل. قال لك كده خدنا الصوت وخدنا اول خاصيه من الصوت وهي درجه الصوت. تعال لما نكمل. قال لك لو انت عندك صوت التردد بتاعه مجهول هتحدده بمين؟ هتحدده بعجله صفار، هتحدده بعجله صفار. قال لك عجله صفار استخدامها تستخدم لتعيين تردد نغمه مجهوله، تستخدم لتعيين تردد نغمه مجهوله. ازاي يا مستر؟ عجله الصفار دي بعمل بيها ايه؟ قال لك بتكون عندك قانون بيقول لك ان التردد بيساوي عدد الدورات اللي انت لفتها، عدد الدورات اللي هو ده في عدد اسنان الترس، عدد اسنان الترس. ما انت بتمسك بطاقه كده وتحطها على الترس، على حسب بقى ترس مثلا 30 سن، 40 سن، 50 سن، على حسب تقعد تجرب. في النون عدد اسنان الترس على الزين الزمن، فالت بتساوي عدد الدورات في عدد اسنان الترس على الزمن. التردد بيساوي عدد في عدد على زمن، عدد في عدد على زمن. في حاجه صعبه؟ لا، القانون بتاعه الت بيساوي د اللي هو عدد الدورات، النون اللي هو عدد اسنان الترس، والزين اللي هو مين؟ الزمن، والزين اللي هو الزمن. مين اللي بيستخدم؟ من الجهاز اللي بيستخدم لتعيين تردد نغمه مجهوله؟ عجله صفار، عجله صفار. كده خلصنا درجه الصوت، خلصنا درجه الصوت. درجه الصوت بتعتمد على مين؟ على التردد، بتعتمد على التردد. قال لك رقم 2 شده الصوت، رقم 2 شده الصوت. شده الصوت بقى قال لك ده خاصيه بتميز دي بين الصوت القوي، الصوت القوي اللي هو العالي، والصوت الضعيف، والصوت الضعيف اللي هو صوت الهمس، والصوت الضعيف. شده الصوت خاصيه بتميز بين حاجتين، الصوت القوي والصوت الضعيف. ليها 5 خصائص، ليها 5 خصائص. ركز معايا. رقم 1 المسافه. بص، كل ما المسافه زادت بيني وبينك كل ما انت مش هتسمعني، فكلما زادت المسافه كلما قلت شده الصوت، كلما قلت شده الصوت. بينهم علاقه عكسيه، بينهم علاقه عكسيه. فالعلاقه بين المسافه والايه والشده الصوت علاقه عكسيه. ده تبعا لقانون التربيع العكسي في الصوت. ما هو قانون التربيع العكسي؟ عشان انا قلت لك كل حاجه. بيقول لك ان شده الصوت بتتناسب عكسيا مع مربع المسافه، مع مربع المسافه اللي هي فيه تربيع، يعني 1 على فيه تربيع اللي هي المسافه تربيع. يبقى كده المسافه وشده الصوت علاقه عكسيه، كلما زادت المسافه كلما قلت شده الصوت. قال لك رقم 2 سعه الاهتزاز. سعه الاهتزاز اللي هي دي، ركز معايا اهي، دي كده سعه الاهتزاز. كلما زادت سعه الاهتزاز كلما زادت شده الصوت، كلما زادت شده الصوت. فشده الصوت بتعتمد على سعه الاهتزاز. سعه الاهتزاز دي لو انا مثلا جبت لك رسمه ثانيه كده، سعه الاهتزاز بتاع مين اكبر؟ دي طبعا اكبر، فدي اللي هتبقى اكبر في شده الصوت، دي اللي هتبقى اكبر في شده الصوت. فكلما زادت سعه الاهتزاز كلما زادت شده الصوت. بعد كده رقم 3 قال لك رقم 3 مساحه السطح المهتز، مساحه السطح. بص، قال لك دلوقتي انت حطيت التليفون مثلا على قلب الترابيزه، الترابيزه دي مساحه سطحها كبير فتسمع الصوت اكتر، فكلما زادت مساحه السطح كلما زادت شده الصوت، كلما زادت شده الصوت. رقم 4 الكثافه، رقم 4 الكثافه. هات منبه وحطه في قلب مكان كثافه الغاز بتاعته عاليه هتلاقي صوته عالي، حطه مكان في قلب الكثافه قليله هتلاقي الصوت قليل. فبينهم علاقه طرديه، الاثنين زي بعض يبقى بينهم علاقه طرديه. فكلما زادت الكثافه كلما زادت شده الصوت. اتجاه الرياح، لو انا بتكلم في نفس اتجاه الرياح شده
الصوت هتبقى قويه. لو انا بتكلم في عكس اتجاه الرياح شده الصوت هتبقى ضعيفه. شده الصوت ليها خمس حاجات بتعتمد عليهم: مسافه عكسيه، سعه الاهتزاز طرديه، مساحه السطح طرديه، والكثافه طرديه، واتجاه الرياح. على حسب، لو مع يبقى هيزيد، طب لو ضد هيبقى هيقل. في حاجه صعبه دي كده شده الصوت اللي بتميز بين الصوت القوي والصوت الضعيف. رقم 3 واخر حاجه من الخصائص الصوتيه هو نوع الصوت. نوع الصوت ده انا بحدده على حسب طبيعه مصدر الصوت، طالع من انسان، طالع من كلب، طالع من قطه، طالع من مين. فيكتب المصطلح العلمي: خاصيه تميز الصوت من حيث طبيعه مصدره، هو طالع منين، ده نوع الصوت. ازاي يا مستر؟ كل صوت من عندنا بيطلع نغمة أساسية مصحوبة بنغمة توافقية بتساوي في الآخر النغمة المركبة. فالنغمة المركبة اكتب المصطلح العلمي: هي نغمة عبارة عن نغمة أساسية مع نغمة توافقية. اكتب المصطلح العلمي: النغمة المصاحبة للنغمة الأساسية هي النغمة التوافقية، بتكون أعلى منها في الدرجة وأقل منها في الشدة. كده قلت لك نوع الصوت، درجة الصوت، وشدة الصوت. درجة الصوت بتعتمد على التردد، شدة الصوت بتعتمد على 5 حاجات قلناهم. طب نوع الصوت ده بيعتمد على حسب طبيعة مصدر الصوت. والنغمة المركبة ده عبارة عن نغمة أساسية ونغمة توافقية، والنغمة التوافقية هي النغمة المصاحبة للنغمة الأساسية وتكون أعلى منها في الدرجة وأقل منها في شدة الصوت. في حاجة صعبة؟ تعالى أما نكمل الباقي. قال لك بعد كده احنا عندنا الصوت ده في منه موجات دون سمعيه انا ما بسمعهاش، وفي منه موجات سمعيه دي اللي انا بسمعها واللي انا بسمعها كلها زي الصوت اللي انت سامعه كده مني، وفي موجات فوق سمعيه وفي موجات فوق سمعيه. تعال نسهل كل الكلام ده. قال لك انت عندك رقمين من 20 هرتز الى 20 كيلو هرتز. الرقمين دولت المسافه ما بينهم دولت يعني من 20 هرتز ل 20 كيلو هرتز، دي الموجات السمعيه، دي اللي انا بسمعها. اي حاجه اقل من 20 هرتز دي موجات دون سمعيه ما بسمعهاش. 19 هرتز ما اسمعوش ليه؟ دي موجات دون سمعيه. طب اللي فوق 20 كيلو هرتز يعني 20000 هرتز، قال لك دي موجات فوق سمعيه، فقال لك دي كده انت كده برده ما بتسمعهاش. الصوت اللي انا بسمعه من كام لكام؟ من 20 هرتز ل 20 كيلو هرتز، دي اسمها موجات سمعيه. تعال اما نكمل. قال لك بعد كده دخلنا على الضوء. قال لك الضوء احنا لسه قايلين ان الضوء، الواحد مش قادر يتكلم، ان الضوء عباره عن موجات كهرومغناطيسيه. بص بقى ركز معايا، انا لسه قايل الصوت عباره عن موجات ميكانيكيه لا تنتشر في الفراغ. الضوء عباره عن موجات كهرومغناطيسيه تنتشر في الفراغ بسرعه كام؟ 3 في 10 اس 8. بسرعه كام؟ 3 في 10 اس 8. ماشي، خدت السرعه بتاعتها اللي هي العين. طولها الموجي من كام لكام؟ طولها الموجي بقى الضوء المرئي اللي انا بشوفه بعينيا، قال لك طوله الموجي بيكون من 380 ل 700 نانومتر. في حاجه صعبه؟ لا مستار. الضوء المرئي ده اسمه الضوء ليه؟ اسمه الضوء الابيض، ده اللي انت بتشوفه بس اسمه الضوء الابيض، وهو عباره عن ضوء مركب. علل الضوء الابيض يعتبر ضوء مركب، او الضوء المرئي يعتبر ضوء مركب لانه يتكون من 7 الوان يسموا الوان الطيف. ركز معايا بالله عليك. قال لك الضوء المرئي، هعيد لك من اول اهو. الضوء المرئي هو عباره عن موجات كهرومغناطيسيه لانها تنتشر في الفراغ، لا يلزم لانتشارها وجود وسط مادي. طولها الموجي من 380 ل 700 نانو متر. سرعته قال لك 3 في 10 اس 8 متر على الثانيه. هو ضوء مركب لانه يتكون من 7 الوان. انا بحلل الضوء الابيض ازاي؟ عن طريق المنشور الثلاثي الزجاجي. على فكره دي والله بتيجي في اكمل، يقول لك يتم تحليل الضوء عن طريق نقط من المنشور الثلاثي الزجاجي. بيتم تحليله ازاي؟ ادخل الضوء الابيض كده، ممكن يقول لك ارسم، وساعتها هيطلع منه 7 الوان اسمهم الوان الطيف. هم الوان الطيف يا مستر: احمر، برتقالي، اصفر، اخضر، ازرق، نيلي، بنفسجي. احمر، برتقالي، اصفر، اخضر، ازرق، نيلي، بنفسجي. ركز معايا بالله عليك. قال لك الوان الطيف السبعه مين هم؟ احمر، برتقالي، اصفر، اخضر، ازرق، نيلي، بنفسجي. دولت الوان الطيف السبعه. ممكن لو انت مش عايز تحفظهم كده تحفظهم بكلمه حرص خزين. كل تاني حرف من اللون هيبقى اللي هو الحرف اللي قدامك. يعني مثلا احمر تاني حرف ح اهو، مثلا برتقالي اهي ماشي، اصفر اهو، بعد كده دلوقتي اخضر، وهكذا. بس انا احفظهم كده احسن: احمر، برتقالي، اصفر، اخضر، ازرق، نيلي، بنفسجي. اهي نغمه حلوه وجميله. ده كده الوان الطيف السبعه. اول واحد بيطلع الاحمر، اخر واحد بيطلع البنفسجي. تعال اما نقارن ما بينهم عشان ممكن يجي لك مقارنه او يسالك اي حاجه من دولت فاكمل او اختار. ركز معايا. قال لك اول واحد بيطلع ده هو الضوء الاحمر. استنى،
اول واحد بيطلع ده هو الضوء الاحمر، فقال لك هو اللي بيكون اكبر طول موجي، هو اللي بيكون اكبر طول موجي. مين الاكبر طول موجي؟ الضوء الاحمر. لسه كنت قايل ان الطول الموجي عكس التردد، طالما هو الاكبر طول موجي يبقى هو الاقل تردد، يبقى هو اقل تردد. بص بقى، لما انا رسمت المنشور كده، ده طلع من عند راس المنشور، فهو الاقرب لراس المنشور، هو الاقرب لراس المنشور، هو اول واحد طلع فما انحرفش كتير. قال لك فهو الاقل زاويه انحراف، هو الاقل زاويه انحراف. عندي 4 حاجات للضوء الاحمر. رقم 1 اكبر طول موجي، طالما اكبر طول موجي فهو اقل تردد. قال لك هو الاقرب لراس المنشور، وايه كمان هو الاقل انحرافا، هو الاقل انحرافا. كل ده لازم تبقى عارفه عن الضوء الاحمر، عشان بتيجي في اكمل وفي اختر وبتيجي في كل حته والله العظيم. طب تعالى، قال لك بعد كده الضوء البنفسجي اخر واحد طالع من تحت. الضوء البنفسجي اهو، لون بنفسجي اهو. الضوء البنفسجي اللي هو اخر واحد طالع من تحت. الضوء البنفسجي عكسه على طول بقى، هو الاقل طول موجي، يبقى هو الاكبر تردد، هو الاكبر تردد. قال لك هو الاقرب لقاعده المنشور، مش هو طالع من تحت، هو الاقرب لقاعده المنشور. هتلاقيه منحرف زياده كده، هتلاقيه مايل كده، فاقول لك هو الاكبر انحرافا، هو الاكبر انحرافا. في حاجه صعبه، هو الاكبر زاويه انحرافا. كده يعتبر خلصنا جزء كبير الحمد لله. قال لك كده الضوء قلنا عباره عن ايه؟ الضوء الابيض، الضوء المرئي، هو ضوء مركب يتكون من 7 الوان، منهم احمر برتقالي اصفر اخضر ازرق نيلي بنفسجي. ولازم تبقى عارف الضوء الاحمر والضوء البنفسجي ايه الخصائص بتاعتهم عشان بيسال فيها، عشان ده الاولاني وده الثاني. قال لك بعد كده عندي ايه؟ تعالى بس كده نجهز القلم. قال لك بعد كده جه عالم اسمه العالم ماكس بلانك، قال لك ان الضوء عباره عن فوتونات او كمات من الطاقه تعرف باسم الفوتونات. الضوء عباره عن كمات من الطاقه تعرف باسم الفوتونات. اكتب المصطلح العلمي، كمات من الطاقه، قال لك دي الفوتونات. بص بقى، عمنا ماكس بلانك ده اللي هو اثبت ان موجه الضوء عباره عن كمات من الطاقه تعرف باسم الفوتونات. قال لك قانون، قال لك ان تردد الفوتون بيتناسب طرديا مع الطاقه بتاعته، فطلع لك بقانون. قال لك ان طاقه الفوتون بتساوي ثابت بلانك في التردد. القانون ده عليك حفظ بس، مش بتستخدمه في مسائل. قال لك ممكن يجي يقول لك كده، ايه القانون اللي حطه بلانك؟ طاقه الفوتون بتساوي ثابت بلانك في تردد الفوتون. في حاجه صعبه من المفروض؟ الحمد لله لا. قال لك تعالى نكمل. قال لك لو انت جيت تشوف الضوء ده كده، الضوء هتلاقيه بيسير في خطوط مستقيمه، يمكن التحكم في سمكها. والله دي بتيجي في اكمل يسير الضوء في خطوط مستقيمه، يمكن التحكم في يمكن التحكم في سمكها. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اتحكم في سمك الضوء. هات كده ليزر مثلا، الليزر ده ضعيف فيبقى سمكه قليل، هات ليزر اقوى سمكه كبير. كل ما قويت قوه المصدر بتاع الضوء، كل طبعا ما سمكه هيزيد. في حاجه صعبه؟ لا. قال لك دلوقتي انت من عن طريق الحاجه اللي انا لسه بقولها لك دي، انت عمال تكبر في اللي هو الضوء قوه المصدر بتاعه. قال لك يطلع لك حاجه اسمها شده الاستضاءه، شده الضوء بتاعك. هات كشاف، الكشاف ده قربه من الترابيزه دي، هتلاقيه منور كتير، صح؟ هتلاقيه منور كتير. اقعد ابعد، المسافه عماله تزيد، صح؟ قال لك الضوء هيقل، الضوء بيقل هنا، صح ولا لا؟ المساحه بتاعته هتزيد بس هيقل. جرب الكشاف وانت ماسك معايا دلوقتي وانت قاعد معايا، ايه اللي هيحصل؟ قال لك كده كلما زادت المسافه كلما قلت شده الاستضاءه. ده تبعا لقانون التربيع العكسي في الضوء. شدة الاستضاءة تتناسب عكسيا مع مربع المسافة. لسه قايلين تتوقف شدة الاستضاءة على حاجتين، قوة المصدر ومربع المسافة. تعالى نخش على اللي بعده. قال لك دلوقتي انت لو جيت على الضوء في الاوساط المادية المختلفة، انت عندك 3 اوساط. وسط شفاف هتلاقيه بينفذ الضوء بالكامل، زي مثلا الازاز. قال لك بعد كده وسط شبه شفاف، قال لك ده بينفذ جزء من الضوء. المعتم لا يسمح بنفذ الضوء اصلا، ما بيعديش الضوء خالص، زي مثلا العسل الاسود. ماشي. قال لك دلوقتي انت عندك ايه؟ لو انا جبت دلوقتي كذا وسط شفاف فوق بعض، بقول لك ايه؟ الميه، مش الميه دي وسط شفاف؟ تعال شوف البحر انت بتعرف تشوف حاجه من فوق؟ لا. ليه؟ مع انه مستر شفاف زي ما بشوفش. قال لك كلما زاد سمك الوسط، قال لك اللي هو الوسط الشفاف، يعني كلما قلت نفاذيته. بقول لك ايه؟ هات سكرينه وحطها على التابلت ده، حط سكرينه تاني، سكرينه ثالثه، رابعه، خمسه، حط 20 سكرينه مثلا فوق بعض، هتيجي تشوف مش هتلاقي نفسك شايف حاجه. ليه؟ قال لك كلما زاد سمك الوسط الشفاف كلما قلت نفاذيه الضوء. كده اكون خلصت الدرس الثاني. ندخل على الدرس الثالث. بيكلمني عن ظاهرتين مهمين جدا، انعكاس وانكسار الضوء. ركز معايا بالله عليك. قال لك دلوقتي انت عندك لو انت جيت رسمت كده خط، قال لك هينزل عليه شعاع ضوئي ساقط، ساعتها الشعاع الضوئي ده هينعكس. فقال لك رقم 1 انت عندك شعاع ضوئي ساقط، هي الاشعه الضوئيه التي سقطت على السطح العاكس من نقطه السقوط.
ركز معايا بشرح لك بالتفصيل اهو. الشعاع الضوئي المنعكس هي الاشعه الضوئيه التي انعكست او ارتدت عن السطح العاكس من نقطه السقوط. ما هو انعكاس يعني ارتداد الضوء، انعكاس يعني ارتداد الضوء. قال لك لما تيجي تشوف المنظر ده هترسم ما بينهم حاجه اسمها عمود مقام، هنا هتطلع لك زاويه وهنا هتطلع لك زاويه. الزاويه المحصوره بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام اسمها زاويه سقوط. الزاويه المحصوره بين الشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام اسمها زاويه انعكاس. في حاجه صعبه؟ لا. يبقى انا كده عندي 4 قوانين: اشعه ضوئيه سقطت، شعاع ضوئي ساقط، اشعه ضوئيه ارتدت، شعاع ضوئي منعكس. الزاويه المحصوره بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام زاويه سقوط. الزاويه المحصوره بين الشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام زاويه انعكاس. قانون انعكاس الضوء او التعريف بتاع انعكاس الضوء: انعكاس يعني ارتداد، انعكاس يعني ارتداد. فانعكاس الضوء هو ارتداد الاشعه الضوئيه الى نفس وسط السقوط عندما تقابل سطحا عاكسا مثل المرايه مثلا. تعالى نكمل. قال لك دلوقتي انت عندك قانوني انعكاس الضوء بينصوا على ايه؟ رقم 1 القانون الاول ان زاويه الانعكاس اللي انا كنت راسمها دلوقتي زاويه السقوط لازم هتساوي زاويه الانعكاس، زاويه السقوط لازم تساوي زاويه الانعكاس. ده القانون الاول. يقول لك مثلا اكمل، انت عندك المنظر ده كده الشكل اللي نزل، عندك عمود مقام، عندك زاويه هنا وعندك زاويه هنا. الزاويه دي ب 60، الزاويه الثانيه بكام؟ هتبقى ب 60 برضه. ليه؟ تبعا لقانون الانعكاس الاول ان زاويه السقوط بتساوي زاويه الانعكاس. القانون الثاني بينص على ايه؟ بينص على ان، ركز معايا، بينص على ان بص الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام جميعهم كلهم كده في مستوى واحد عمودي على السطح العاكس، جميعهم في مستوى واحد عمودي على السطح العاكس. اقولها تاني: الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام جميعهم في مستوى واحد عمودي على السطح العاكس. في حاجه صعبه؟ لا. دي كلها كده القانونين بتوع انعكاس الضوء. ندخل على الحته اللي بعديها. قال لك انت عندك ايه كمان؟ لو انا عندي دلوقتي وسط شفاف اهو، وقع عليه شعاع ضوئي عمودي، ايه اللي هيحصل؟ يرتد على نفسه، هيطلع على نفسه، ولا في زاويه سقوط ولا في زاويه انعكاس. زاويه السقوط تساوي زاويه الانعكاس بتساوي صفر. علل ليه بينعكس على نفسه؟ لان زاويه السقوط بتساوي زاويه الانعكاس بتساوي صفر. ماذا يحدث عند سقوط شعاع ضوئي عمودي؟ كل دي اسئله. يرتد على نفسه، يرتد على نفسه. ده كده السؤال اللي بعد كده، وركز معايا. السؤال ده لما بيجي لك انت بتتلخبط فيه ازاي؟ بيجي لك الرسمه كده بالظبط، بص ويرسم لك هنا زاويه 90، تقول له على طول زاويه السقوط او زاويه الانعكاس بتساوي 90. لا، هنا زاويه السقوط اهي موجوده على قلب زاويه الانعكاس، فبيساوي الاثنين صفر، بيساوي الاثنين صفر. في حاجه صعبه؟ لا. نوعين انعكاس الضوء، ودي اساسيه في الامتحان فركز فيها قوي، ركز فيها عشان هي سهله بس اتكررت في محافظات كتير. الانعكاس المنتظم والانعكاس غير المنتظم. انعكاس منتظم يعني انت نزلت على سطح املس ناعم فقال لك الاشعه الضوئيه بترتد في اتجاه واحد، الاشعه الضوئيه بترتد في اتجاه واحد، ساعتها بتنزل على الاسطح الناعمه والمصقوله. اكمل. نوعين انعكاس الضوء: الانعكاس المنتظم والانعكاس غير المنتظم. الانعكاس المنتظم ده بيرتد كله في اتجاه واحد. انعكاس غير منتظم بقى ده ارتداد الاشعه الضوئيه بص كده بس في اتجاهات مختلفه، بص كله مش قد بعضه، كله بص لخبطه في لخبطه. فقال لك لما بيكون في اتجاهات مختلفه ده انعكاس غير منتظم، ده انعكاس غير المنتظم. ده بينزل على الاسطح الخشنه زي مثلا الجلد، زي مثلا الخشب، بينزل على الاسطح الخشنه. الثاني كان بينزل على الاسطح الناعمه. تعالى يلا ندخل على اللي بعده. بعد كده دخلنا على انكسار الضوء وهي الظاهره الثانيه من ظواهر الضوء. ما هو انكسار الضوء؟ انت دخلت من وسط الى وسط تاني، دخلت من وسط الى وسط تاني، دخلت من هوا مثلا لزجاج، فقال لك كده الكثافه الضوئيه بتاعه الوسط بتتغير، الكثافه بتتغير. طالما الكثافه اتغيرت ساعتها مسار الاشعه الضوئيه هيتغير. هات قلم وهات كوبايه ميه، املى كوبايه الميه لحد النص وحط القلم. هنا في فوق هواء وهنا تحت ميه، الاوساط مختلفه صح؟ فتلاقي القلم اكنه مكسور. دي ظاهره انكسار الضوء، دي ظاهره انكسار الضوء. اكمل او اكتب المصطلح العلمي: تغير مسار الاشعه الضوئيه عند انتقالها من وسط شفاف الى وسط شفاف اخر، بس المهم يكون مختلف في الكثافه الضوئيه. ده انكسار الضوء. وفي حاجه، لو انت جبت القلم وحطيته عمودي كده مش هتلاقي فيه انكسار، لازم يكون القلم مايل، لازم يكون القلم مايل. فقال لك من الشرطين الاساسيين لانكسار الضوء حاجتين: ان الجسم يكون مايل او الشعاع يكون مايل، ده رقم واحد، ان الحاجه تكون مايله. طب رقم اتنين يكون في اختلاف في الكثافه الضوئيه، يكون في اختلاف في الكثافه الضوئيه. القلم ده هو محطوط في وسط كله هواء صح؟ ماشي. هل انت شايفه مكسور؟ لا. ليه؟ عشان الوسط واحد. لازم يكون في اختلاف في الكثافه الضوئيه عشان تلمح انكسار الضوء. ما هو تعريف الكثافه الضوئيه المستر؟ قال لك ده قدره الوسط الشفاف على كسر الاشعه الضوئيه. بص الكثافه الضوئيه حاجه زي الزجاج، ماده صلبه كله لازق في بعضه فكثافته عاليه، كثافته عاليه. الميه كثافتها اقل، اقل حاجه اقل كثافه الهواء، اقل كثافه الهواء. انا قلت لك اعلى كثافه مين؟ الزجاج صح؟ ماشي.
السرعه بقى، السرعه عكس الكثافه. كل ما انت كان كثافتك كبيره انا مش عارف امشي فيك، فسرعتك هتكون بطيئه، سرعتها هتكون بطيئه. فكلما زادت الكثافه كلما قلت سرعه الضوء، كلما قلت سرعه الضوء. اقل سرعه الزجاج، الاكبر الماء، اكبر سرعه خالص الهواء، اكبر سرعه خالص الهواء. فقال لك احنا كده عندنا الكثافه عكس سرعه الضوء، الكثافه عكس سرعه الضوء. في حاجه صعبه؟ لا. يبقى سرعه الضوء في الهواء اكبر ما يمكن، سرعه الضوء في الهواء اكبر ما يمكن. فيطلع لك قانون اسمه معامل الانكسار المطلق. قال لك ايه معامل الانكسار المطلق ده؟ بحسبه ازاي؟ هي النسبه من سرعه الضوء في الهواء وسرعه الضوء في الوسط، اذا كان زجاج، اذا كان مثلا اي حاجه. سرعه الضوء في الهواء وسرعه الضوء في الوسط. هواء على وسط، الهواء ده اكبر حاجه صح، والوسط اللي هيكون اقل منه. مش اكبر سرعه في الهواء قلنا لسه من شويه، ماشي، الوسط هيكون اقل منه. فلازم معامل الانكسار المطلق يطلع معاك اكبر من الواحد الصحيح. الجمله دي اتكررت في 100 محافظه. يقول لك دلوقتي يديك اختيارات، يقول لك معامل الانكسار المطلق من المفروض يكون اغنى اختيار في دول، يديك 9 من 10، 5 من 10، 4 من 10، مش عارف 8 من 10، ويديك 1 و4 من 10، 1 ونص، 1 و7 من 10. مين معامل الانكسار المطلق الاكبر من الواحد الصحيح اللي هو 1 و7، 1 و4؟ المهم ان هو يكون اكبر من الواحد. علل، ده برضه سؤال بيجي. معامل الانكسار المطلق يجب ان يكون دائما اكبر من الواحد الصحيح لان سرعه الضوء في الهواء اكبر ما يمكن، ومعامل الانكسار المطلق هو النسبه من سرعه الضوء في الهواء وسرعه الضوء في اي وسط اخر، وسرعه الضوء في اي وسط اخر. تعالى في الحته اللي بعديها وهي حته مهمه وركز معايا عشان عايز افهم. بقول لك دلوقتي انا جبت سطح فاصل اهو، ماشي. قال لك انت دلوقتي مثلا عندك هنا هواء وعندك هنا زجاج وعندك هنا زجاج، ايه اللي هيحصل؟ الهواء هو الاقل كثافه ضوئيه، الزجاج الاكبر كثافه، الشعاع الضوئي سقط اهو، ماشي. الشعاع الضوئي سقط من وسط اقل كثافه الى وسط اكبر كثافه، فده هيكسره قوي، ده هيكسره قوي. ليه؟ عشان هو قوي فهيكسره قوي. طالما هو قوي قال لك كده الشعاع ينكسر مقتربا من العمود المقاوم، الشعاع الضوئي ينكسر مقتربا من العمود المقاوم. اذا انتقل شعاع ضوئي من وسط اقل كثافه الى وسط اكبر كثافه ينكسر مقتربا من العمود المقاوم، زاويه الانكسار ساعتها هتكون اقل من زاويه السقوط، هتكون اقل من زاويه السقوط. رقم 2 اعمل العكس، اعمل العكس. قال لك ارسم شعاع ضوئي فاصل، بعد كده هات كده وقال لك هنا هيبقى زجاج وهنا هيبقى هواء وهنا هيبقى هواء، وارسم شعاع ضوئي. قال لك انت رايح من الزجاج وسط كبير الى بقى البراح، الوسط الايه اللي هو الوسط الاقل كثافه ضوئيه، وسط براح كده الكثافه فيه قليله، الدنيا فيه هاويه. قال لك ساعتها ينكسر مبتعدا على العمود المقاوم، ينكسر مبتعدا على العمود المقاوم. اكمل. اذا انتقل الشعاع الضوئي من وسط اكبر كثافه الى وسط اقل كثافه ينكسر مبتعدا على العمود المقاوم، وزاويه الانكسار هتكون اكبر من زاويه السقوط، هتكون اكبر من زاويه السقوط. اخر واحده واخر مثال، قال لك انا دلوقتي لو جبت شعاع ضوئي وسقطته عمودي كده بالظبط، كان في انعكاس الضوء ينكسر، ايه اللي يحصل؟ ينعكس على نفسه دون ايه، وايه اللي يحصل؟ وزاويه السقوط هتساوي زاويه الانكسار، الانعكاس اسف. قال لك طب هنا بقى لا، انت هنا سطح فاصل، قال لك ساعتها ينفذ على استقامته دون ان يعاني انكسار، يعدي وما ينكسرش، يعدي وما ينكسرش. يبقى كده اذا سقط الشعاع الضوئي عمودي على سطح فاصل ينفذ على استقامته دون ان يعاني اي انكسار. في حاجه صعبه؟ لا. يبقى كده احنا خدنا الثلاث حالات بتوع انكسار الضوء. بعد كده خدنا حاجه اسمها ظاهره السراب، دي ظاهره بتحصل في الصحراء نتيجه ظاهرتي انكسار وانعكاس الضوء، نتيجه ظاهرتي انعكاس وانكسار الضوء. دي بتبين لك الحاجات الكائنات اكنها مقلوبه، دي كده ظاهره السراب، ظاهره طبيعيه بتحصل في الصحراء وقت الظهر. كده اكون خلصت الصفحه الاولى من البوستر بتاعي. الدنيا سهله بسيطه، عايز تقوم ريح وتعالى لي. تعالى بعد كده ندخل على الصفحه الثانيه وهي الوحده الثالثه، وهي وحده حلوه وسهله وجميله، ركز بس معايا فيها كده. نقول بسم الله الرحمن الرحيم في الوحده الثالثه. الوحده الثالثه بتكلمني عن ايه؟ بتكلمني عن التكاثر في النبات اول درس والتكاثر في الانسان. نخلصهم واقول لك باب السلامه، انا كده خلصت المراجعه بتاعت النهارده. قال لك دلوقتي عندنا عمليه التكاثر، دي عمليه انا بعملها عشان انتج افراد جديده، عشان انتج افراد جديده. مستر انت بتنتج افراد جديده ليه؟ عشان تحمي نفسك من الانقراض، انت مش عايز تنقرض فتنتج افراد جديده، تنتج افراد جديده عشان تحمي نفسك من الانقراض. عندك الكائنات الحيه كلها بتعمل عمليه تكاثر، كائن حي زي نبات
نبات انسان وحيوان، نبات وانسان وحيوان. الدرس الاول بيكلمني عن النبات، بيكلمني عن النبات. قال لك العضو الاساسي في التكاثر في النبات هو الزهره، هو الزهره. لازم اعرف يا مستر مين الزهره. قال لك الزهره دي هي ساق قصيره، بتطلع منين؟ بتطلع من برعم زهري، بتنمو من البرعم الزهري. بتخرج منين برضو؟ دي والله مهمه. بتخرج عاده من ابط ورقه تسمى بالقنابه. مين ابط الورقه اللي بتخرج؟ مين الابط اللي هو بيخرج منها الزهره؟ ابط الورقه. مين اسمها ايه الورقه؟ ابط ورقه تسمى بالقنابه، تسمى بالقنابه. قال لك ده كده الزهره. فالزهره عضو التكاثر في النباتات، ده عضو التكاثر في النباتات. بتخرج منين؟ بتخرج من ابط ورقه تسمى بالقنابه. اكتب المصطلح العلمي: ساق قصيره تحولت بعض اوراقها لتكوين اعضاء التكاثر، هي المسؤوله عن اعضاء التكاثر. قال لك دي الزهره، دي الزهره. لو انت ما لقيت مجموعه ازهار مع بعضيها دي اسمها النوره، دي اسمها النوره. تعال ناخد التركيب الزهري، تعال ناخد التركيب الزهري. الزهره بتتركب ازاي؟ الزهره بتتركب ازاي؟ قال لك الزهره بتتركب من 4 محيطات زهريه. تعال اما نركبهم كده. رقم 1 بتتكون من حاجه اسمها العنق، بعد كده حاجه اسمها التخت، ده جزء منتفخ بيحمل المحيطات الزهريه الاربعه. بعد كده بتتكون اول حاجه من حاجه اسمها الكأس، ده كده اول واحد. بعد كده حاجه اسمها التويج، بعد كده حاجه اسمها التويج وده اللي هو بيبقى اوراقه ملونه. بعد كده حاجه اسمها الطلع، بعد كده حاجه اسمها الطلع، بعد كده حاجه اسمها المتاع، بعد كده حاجه اسمها المتاع. دي كده تركيب الزهره النموذجيه. بتتكون من 4 محيطات: كأس، تويج، طلع، متاع. كأس، تويج، طلع، متاع. كأس، تويج، طلع، متاع. في حاجه صعبه؟ لا. تعال اما نشوف كده المحيطات الزهريه الاربعه. قال لك رقم 1 الكأس. الكأس اللي هو في س ده بيتكون من اوراق خضراء برضو تسمى سبلات. فالكأس في س بيتكون من سبلات، الكأس بيتكون من سبلات. وظيفتها ايه؟ ان تحمي الاجزاء الداخليه للزهره. رقم 2 التويج. التويج ده اوراق ملونه ذات رائحه عطره، ذات رائحه حلوه والوان زاهيه بتجذب الحشرات عشان تتم عمليه التكاثر. قال لك ده بيعمل ايه؟ قال لك ده بيكون اسمه بتلات، بتكون اسمها بتلات. فالكأس في س بيتكون من سبلات، التويج فيها ت بتتكون من بتلات اللي هي فيها ت. بعد كده الطلع. قال لك الطلع ده هو عضو التذكير في الزهره، ده عضو التذكير في الزهره. بيتكون من ايه؟ بيتكون بص من خيط، ركز معايا كده، من خيط اول واخره حاجه اسمها متك، بتشيل حاجه اسمها حبوب اللقاح من خيط ومتك. دي كده بتسمى سداد. يبقى كده الطلع يتكون من ازديه، الطلع يتكون من ازديه. وظيفتها ايه؟ ان هي بتشيل حبوب اللقاح في قلب المتك، بتشيل حبوب اللقاح في قلب المتك. يبقى بص كده الطلع هو عضو التذكير، بيتكون من ايه؟ بيتكون من ازديه. السداد عباره عن ايه؟ عباره عن خيط واخره متك. المتك ده عباره عن ايه؟ ده 4 حجرات بيشيلوا حبوب اللقاح، بيخزنوا حبوب اللقاح. صعبه؟ لا. قال لك بعد كده المتاع. المتاع ده عضو التأنيث في الزهره. المتاع ده عضو التأنيث في الزهره، ده اللي هو موجود جوه خالص. عضو التأنيث في الزهره بيتركب من ايه؟ بيتركب من قرابل. القربله بتكون بتتركب من ايه؟ رقم 1 بتتكون من ميسم، بعد كده مبيض، بعد كده قلم، بعد كده المبيض. بتتكون من ميسم، قلم، بعد كده المبيض. دي كده القربله. القربله دي وظيفتها ايه؟ تنتج بويضات، تنتج بويضات، وهو المشيج المؤنث. يبقى كده الطلع ده مشيج، ده بينتج المشيج المذكر اللي هو حبوب اللقاح، والطلع ده عضو التذكير، والطلع عضو التذكير. المتاع ده عضو التأنيث، والمتاع ده عضو التأنيث. دي كده المحيطات الزهريه الاربعه: كأس، تويج، طلع، متاع. الطلع بتاع المذكر، المتاع بتاع المؤنث. لو الزهره فيها الاربع محيطات دولت، قال لك دي هتكون زهره خنثى، فيها ذكر ومؤنث، فيها مذكر ومؤنث، دي تكون زهره خنثى. قال لك طلع ومتاع من ده زهره خنثى، بيكون رمزها كده لو سهم لفوق وزيت لتحت. بقول لك ايه؟ لو انا شلت المتاع ده خالص، مفيش تأنيث، مفيش تأنيث، ده كأس وتوج وطلع بس. قال لك الثلاثه دولت بس مع بعضهم طلع فقط، يبقى رمزها كده، يبقى زهره مذكره سهم لفوق، زهره مذكره سهم لفوق. بقول لك ايه؟ انا عملت العكس. انا هسيب المتاع، هسيب المتاع وهشيل الطلع وهشيل الطلع. طالما شلت الطلع ده انت شلت المذكر وسبت المؤنث، تبقى اسمها زهره مؤنثه موجود فيها المتاع بس، ورمزها تبقى كده زائد لتحت، زائد لتحت. في حاجه صعبه؟ لا. يبقى كده المحيطات الزهريه الاربعه خدناها، وخدنا جنس الزهره. عندنا زهرتين مثال. بيقول لك زهرة المنصور عندها 4 سبلات و4 بتلات. زهرة المنصور زهر البسلات والبتلات بتاعتها منفصلين، كل واحدة لوحدها. طب زهرة الباتونيا، الباتونيا 5 سبلات و5 بتلات ملتحمة. نسيت، زهرة الباتونيا فيها ت، ملتحمين فيها ت. طب عندي زهرة المنصور العكسها بقى، هتكون منفصلة، هتكون منفصلة. بعد كده قال لك وانت ازاي بيتم عملية التكاثر في قلب النباتات الزهرية؟ بيتم عن طريق حاجتين: اما تكاثر جنسي نوعين، اما تكاثر جنسي بيتم عن طريق الزهرة زي ما احنا لسه واخدين، اما تكاثر
تكاثر لا جنسي هنشوفه بعد شويه. تعالى في التكاثر الجنسي بيتم عن طريق مرحلتين، تلقيح واخصاب. تلقيح واخصاب. التلقيح هي عمليه انتقال المشيج المذكر اللي هو حبه اللقاح الى البويضه، الى البويضه. في انتقال المشيج المذكر الى المشيج المؤنث دي عمليه التلقيح. انتقال تلقيح، انتقال تلقيح. بقول لك ايه، في تلقيح ذاتي وتلقيح خلطي. لو انا عندك الزهره فيها المذكر والمؤنث مع بعض فهتلقح نفسها. انا معايا مذكر ومؤنث، هحتاج لحد بره؟ لا، مش محتاج حد من بره. طالما الزهره مع نفسها، طالما الزهره على نفسها كده بتلقح نفسها بنفسها، قال لك ده اسمه تلقيح ذاتي، بيكون على نفس الزهره، بيكون على نفس الزهره. اكتب المصطلح العلمي: انتقال المشيج المذكر الى المشيج المؤنث، او انتقال حبه اللقاح الى البويضه على نفس الزهره. لمحت على نفس الزهره، ده تلقيح ذاتي. بقول لك ايه، انا عندي هنا زهره مذكره وعندي هنا زهره مؤنثه، الاثنين لقحوا بعض، مش دي زهره ودي زهره؟ طالما على ازهار مختلفه يبقى تلقيح خلطي، طالما على ازهار مختلفه يبقى تلقيح خلطي. ايه الشروط ده والشروط ده؟ التلقيح الذاتي شروطه حاجتين: رقم واحد ان الزهره تكون خنثى، تكون ثنائيه الجنس، عندها مذكر ومؤنث، ما تحتاجش حاجه من بره. قال لك وايه كمان؟ ان الحبوب اللقاح والبويضه ينضجوا مع بعض، الاثنين يكونوا ناضجين مع بعض. طبعا عندي التلقيح الخلطي لا، ان الزهره تكون وحيده الجنس، ان الزهره تكون وحيده الجنس. بقول لك ايه، حبه اللقاح وصلت خلاص لمكان البويضه ودخلوا وحصل اندماج ما بينهم، وحصل اندماج ما بينهم، اندماج مشيج مذكر مع مشيج مؤنث وكونوا خليه جديده. قال لك ده كده اسمه الاخصاب. اندماج المشيج المذكر مع المشيج المؤنث ده اسمه الاخصاب. هيكونوا لي خليه جديده اسمها ايه؟ الزيجوت. هيكونوا لي الجنين اللي هو اسمه الزيجوت. في حاجه صعبه؟ لا. بص بقى، قال لك انت عندك لما بيحصل كل ده، انا ازاي بيحصل اصلا؟ ايه الطرق اللي بتنقل حبه اللقاح الى مكان البويضه؟ 3 طرق. رقم واحد، انت ممكن عن طريق الانسان ازاي؟ بالتلقيح الصناعي، يمسك حبه لقاح ويرشهم على نياسم الازهار، وده اسمه التلقيح الصناعي. ده اسمه التلقيح الصناعي، بيتم بواسطه الانسان اهي. ماشي. بقول لك ايه، عندك طريقه ثانيه عن طريق الحشرات. الحشره لما بتيجي تقف على الزهره بيلزق في جسمها حبوب لقاح، تيجي تقف على زهره ثانيه تنزل حبوب اللقاح على الزهره الثانيه. بقول لك ايه، بص كده، حبه اللقاح اتنقلت ولا لا؟ فدي طرق من انتقال حبوب اللقاح. ماشي. قال لك طب دلوقتي عندك حاجه كمان، انت ممكن تنتقل حبه اللقاح من زهره الى زهره اخرى عن طريق الهواء. مثلا حبه اللقاح هنا بتكون خفيفه اصلا وجافه، خفيفه قوي، فالهواء بيعرف ينقلها. قال لك فتنقلها برضو الى زهره اخرى. كل ده بيجي عليه تعليلات، تعال ما نقراه من هنا. قال لك رقم واحد، المياسم بتاعتك لازم تكون ريشيه لزجه عشان تلتقط حبوب اللقاح وتلزق عليها. علل ليه لازم تكون ريشيه لزجه؟ لتلتقط حبوب اللقاح. المتك مدلله للخارج، متفتحه للخارج كده. ليه؟ عشان الهواء لما يجي يخبط في المتك يفتحها فيسهل تفتحها ليسهل تفتحها بواسطه الهواء. حبوب اللقاح بتكون خفيفه وجافه ليسهل نقلها. كل ده علل ليه. وبعد كده قال لك اخر حاجه التلقيح الصناعي، ده اللي بيتم بواسطه الانسان. عندك حاجه كمان بقى، قال لك الزهره دي بعد ما تكبر، البويضه اللي كانت جوه البويضه فيها ب بتتحول لبذره. بويضه بتبدا بب، بذره بتبدا بب. والمبيض اللي فيه ميم، والمبيض اللي فيه ميم ده الثمره اللي انا باكلها. بقول لك ايه، معاك خوخه، الخوخه دي فيها بذره من جوه وبره الثمره اللي انت بتاكلها. الثمره دي كانت المبيض، الثمره فيها ميم، دي كانت المبيض فيها ميم. والله دي ما تنساها، الثمره فيها ميم، دي المبيض كان فيها ميم. البويضه من جوه اللي فيها ب او بتبدا بب، بويضه برضو بتبدا بب. تعال يلا ندخل على الصفحه اللي بعديه. قال لك هناخد بعد كده التكاثر اللاجنسي. التكاثر الجنسي لسه واخدينه، قلنا هو تكاثر بيتم عن طريق الزهره. التكاثر اللاجنسي بيتم عن طريق اوراق او جذور او سيقان النباتات، بيتم عن طريق اي حاجه موجوده في النبات ما عدا الزهره. مش محتاج للزهره، فعشان كده سميناه تكاثر خضري. يبقى التكاثر الجنسي ده تكاثر زهري عشان بيتم عن طريق الزهره بس. التكاثر اللاجنسي ده خضري عشان بيتم عن طريق اوراق او جذور او سيقان النبات. تعال ركز معايا، عندي منه نوعين، اما تكاثر خضري طبيعي، اما تكاثر خضري صناعي. كل واحده في منها انواع. التكاثر الخضري الطبيعي بيتم عن طريق الدرانات او الكرومات او الفسائل او الابصال او الريزومات، اللي عندك بس طريقه الدرانات. قال لك بعد كده عندك التكاثر الخضري الصناعي، قال لك بيتم عن طريق التعقيل او التطعيم او زراعه الانسجه او الترقيد. عندك الثلاثه ما عدا الترقيد. تعال لما نتكلم عن واحده. بص،
قال لك الضرنه ده جزء منتفخ من جذر عرضي مثل نبات البطاطا، او ساق فيها س، يعني فيها سين، انا بعمل لك ساق عشان فيها سين، او ساق ارضيه مثل نبات البطاطس، او ساق ارضيه مثل نبات البطاطس بتحتوي على براعم ناميه. ده تعريف الضرنه. فاول ما يقول لك جذر عرضي او ساق ارضيه، جذر عرضي نبات بطاطا، ساق ارضيه ايه نبات البطاطس، دي اسمها الضرنه، دي اسمها الضرنه. طب جزء من ساق او جذر وسكت ماشي، او ورقه وسكت ما ذكرلكش اي حاجه، قال لك ده كده اسمها العقله، دي كده اسمها العقله، دي كده اسمها العقله. التكاثر بالتطعيم، التكاثر بالتطعيم، قال لك التكاثر بالتطعيم ده اما تطعيم باللصق اما تطعيم بالقلم. بص، تطعيم باللصق ان انا اقطع الزاويتين متكاملتين بنفس المنظر ده، بص كده بالظبط، والزقهم في بعض، ده اسمه التطعيم باللصق، ده اسمه التطعيم باللصق. ولازم التطعيم يتم بالنباتين عندهم نفس الصفات. طب التطعيم بالقلم، قال لك انت هتجيب دلوقتي الاصل وتعمله بنفس المنظر ده، ركز معايا استنى، هتجيب الاصل وتعمله بنفس المنظر ده، وتجيب الطعم وتعمله على شكل قلم، وتجيب الطعم وتعمله على شكل قلم، وتلبسهم الاثنين عشق ومعشوق في بعض بنفس المنظر ده، ده اسمه التطعيم بالقلم، ده اسمه التطعيم بالقلم. في حاجه صعبه؟ لا، قال لك ده كده التطعيم. بعد كده خدنا ايه؟ قال لك بعد كده عندك زراعه الانسجه النباتيه، عندك زراعه الانسجه النباتيه. زراعه الانسجه النباتيه دي تقنيه حديثه بتتم على ان انا باخد حاجه صغيره بنتج منها اعداد كبيره، باخد جزء صغير من النبات انتج منه اعداد كبيره، دي كده زراعه الانسجه النباتيه. اول ما تلمح اعداد كبيره واخده من جزء صغير، ده زراعه الانسجه النباتيه. يا اشهد ان لا اله الا الله، وصلنا لاخر جزء في مراجعتنا النهارده، هو مراجعه التكاثر في الانسان. ركز معايا، قال لك الانسان بقى يا معلم، النبات كان بيتكاثر جنسيا عن طريق الزهره، او لا جنسيا عن طريق الاوراق اللي عنده كده اللي هو خضريا يعني. طب الانسان يتكاثر جنسيا فقط، لكن زم ذكر وانثى يتزوجوا من بعض ويحصل تكاثر. قال لك ليه بقى؟ بص، الانسان بينتج افراد مش شبهه، مش نفس الشبه بتاعه، فيها اختلاف يعني. طب ماشي، وايه كمان؟ قال لك الانسان لازم ذكر وانثى. تعالى كده، انسان لوحده هيعرف يخلف؟ يعني هات لي انسان عايش لوحده ويعرف يخلف، استحاله، صح ولا لا؟ فقال لك الانسان يتكاثر جنسيا فقط، لازم ذكر وانثى، لازم ذكر وانثى مع بعض. طب تعالى، قال لك عشان تدرس التكاثر في الانسان لازم تدرس الجهاز التناسلي في ذكر الانسان والجهاز التناسلي في انثى الانسان. تعالى ما ندرسهم مع بعض. الجهاز التناسلي في ذكر الانسان رقم 1 بيتكون من 4 حاجات: خصيتين وعاء ناقلين وغدد ملحقه والقضيب. الخصيتين هم غدتان بيضاويتان الشكل، غدتان بيضاويتان الشكل موجودين بين الفخذين بتوع ذكر الانسان، موجودين بين الفخذين بتوع ذكر الانسان في كيس يعرف باسم كيس الصفن، وبيكون درجه حرارته قليله اقل من درجه حراره الجسم بدرجتين. علل ليه؟ لانها درجه الحراره المناسبه لتكوين الحيوانات المنويه. الخصيتين وظيفتهم ايه؟ وظيفتهم حاجتين: رقم 1 انتاج حيوانات منويه، طب رقم 2 افراز هرمون الذكوره وهرمون التستوستيرون المسؤول عن نمو شعر اللحيه والشارب وخشونه الصوت وكل الكلام ده. في حاجه صعبه؟ لا. الخصيتين غدتان بيضاوتان الشكل موجودين داخل كيس الصفن، بيعملوا ايه؟ بتفرز الحيوانات المنويه، وظيفتها اللي هو افراز الحيوانات المنويه وافراز هرمون التستوستيرون وهرمون الذكوره. خلصنا من الخصيتين. رقم 2 الوعان الناقلان. الوعان الناقلان لو انت جيت على الخصيه كده هتلاقيها بتتكون من جوه من انابيب كثيره الالتواء، ووظيفتها ايه؟ وظيفتها نضج وتخزين الحيوانات المنويه. انابيب كثيره الالتواء دي اللي اسمها ايه؟ اسمها البربخ. فالوعان الناقلان يبدأان بالبربخ، وهي انابيب كثيره الالتواء. وظيفتها حاجتين: نضج وتخزين الحيوانات المنويه. الوظيفه بقى بتاعت الوعان الناقلان يجي بعد ما البربخ كده يخلص، قال لك بيمشي على هيئه انبوب كده، اسمه وعاء ناقل. وظيفتها نقل الحيوانات المنويه من الخصيه لبره بقى، خلاص بتنقل الحيوانات المنويه. ركز معايا، انابيب كثيره الالتواء موجوده داخل الخصيه البربخ، ماشي. دلوقتي انبوب بينقل الحيوانات المنويه من الخصيه لبره، قال لك ده اللي هي الوعان الناقلان، الوعاء الناقل. في حاجه صعبه؟ لا. الوعان الناقلان وظيفتهم نقل الحيوانات المنويه، البربخ وظيفته نضج وتخزين الحيوانات المنويه. ركز معايا، قال لك بعد كده دخلنا على الغدد الملحقه، هم 3 غدد: حويصلتان منويتان وغده البروستاتا وغده كوبا. وظيفتهم ايه؟ بالعربي كده بيخدموا على الحيوانات المنويه، بيروقوا عليهم. رقم 1 بينتجوا او بيغذوا الحيوانات المنويه عن طريق افراز السائل القاعدي، السائل القاعدي ده رقم 1 بيغذي الحيوانات المنويه. رقم 2 بيعادل حموضه مجرى البول، مش هو قاعدي فيعادل حموضه مجرى البول حتى لا تموت الحيوانات المنويه،
يبقى السائل القاعدي ده لما بيبقى فيه حيوانات منويه يبقى اسمه سائل منوي، يبقى اسمه سائل منوي. السائل المنوي ده هو سائل قاعدي، هو سائل قاعدي ماشي. بيخرج منين؟ من الفتحه البوليه للتناسليه عند ذكر الانسان، عند ذكر الانسان. السائل القاعدي ده وظيفته ايه؟ بيعادل حموضه مجرى البول حتى لا تموت الحيوانات المنويه. تعال نكمل بعد كده. قال لك القضيب، القضيب ده بيعمل ايه؟ ده عضو اسفنجي، ده اخر حاجه. العضو الاسفنجي اللي هو بيعمل ايه؟ قال لك ده بيخرج منه الحيوانات المنويه وبيخرج منه كمان البول، بس على اوقات مختلفه، على اوقات مختلفه. البول بيخرج في وقت والحيوانات المنويه بتخرج في وقت. في حاجه صعبه؟ قال لك فالقضيب كده ده عضو يتكون من نسيج اسفنجي، دي اللي بتيجي اكمل، هو عضو يتكون من نسيج نقط، من نسيج اسفنجي بيخرج البول والسائل المنوي على اوقات مختلفه، على اوقات مختلفه. ركز معايا. البول عشان لو جه سألك ده سائل حامضي، البول ده سائل حامضي. طب السائل المنوي ده سائل قاعدي، ده السائل المنوي ده سائل قاعدي، الاثنين عكس بعض. في حاجه صعبه؟ في حاجه صعبه؟ تعالى اما نكمل نمسح كده. تعالى اما نكمل، استنى هنقول الدوره الشهريه والكلام ده بعد ما ناخد الجهاز التناسلي في انثى الانسان. الجهاز التناسلي في انثى الانسان، هنرجع للحته اللي فاتت دي تاني. الجهاز التناسلي في انثى الانسان بيتكون من 4 حاجات برضه، بس مختلفين طبعا عن الذكر طبيعي. رقم 1 بيتكون من مبيضين وقناه فالوب والرحم والمهبل. تعالى اما نتكلم عن واحده واحده. رقم 1 كده، بص احنا هنجيبها من من الاخر الاول. رقم 1 المهبل. المهبل بيكون عامل كده بالظبط. قال لك ده انبوب عضلي، ده بيتمد ساعه الولاده. بعد كده الرحم، قال لك بيكون شكله عامل زي الكمثرى. تعالى بس كده، عايزين نرسمه في النص عشان يكون باين، عشان اعرف ارسمه. اول حاجه الرحم، المهبل ماشي. بعد كده الرحم، وده عضو اجوف كمثري شكل الكمثرى بالظبط. بعد كده اللي هي قناه فالوب. بعد كده هنا قناه فالوب. بعد كده قال لك هنا عندك زوائد اسبوعيه بنفس المنظر ده. هنا البويضه، المبيض اسف. بعد كده هنا المبيض، ده كده بنفس المنظر ده بيتكون من مبيضين، قناه فالوب، الرحم والمهبل. نمسح بقى كل ده وتعالى نتكلم عن الجهاز التناسلي في انثى الانسان. رقم 1 بيتكون من بيضين، ده بيقعان اسفل التجويف البطني من الجهه الظهريه عند الانثى، بيكونوا موجودين هنا بالظبط. بيعملوا ايه؟ رقم 1 وظيفتهم انتاج البويضات، وهو المشيج المؤنث، انتاج بويضات وافراز هرموني الاستروجين والبروجسترون. الاستروجين ده بتاع هرمون الانوثه، ده اللي بيدي الانوثه للانثى. بيعمل ايه؟ رقم 1 ده اللي بيعمل اللي هو تنظيم للدوره الشهريه، بيحصل الدوره الشهريه اللي هي الطمس اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي بعد شويه. بيعمل ايه كمان؟ بيعمل نعومه الصوت، كمان بيراقم الدهون في بعض مناطق الجسم. انت ماشي عندك زي حاجه زي نمو الثديين، كل ده وظيفه هرمون الاستروجين، فهو هرمون الانوثه، هو هرمون الانوثه. هرمون البروجسترون ده المسؤول او ضروري لاستمرار الحمل، ده الضروري لاستمرار الحمل اللي في الرحم. بعد كده قناه فالوب. قناه فالوب قال لك دي بتبدا بفتحه قمعيه عامله زي الزوائد الاسبوعيه، بتلتقط البويضات، بتلتقط البويضات من قلب المبيض، بتلتقط البويضات من قلب المبيض، وبتدفع البويضات عن طريق الاهداب اللي جواها فيها اهداب، تدفع البويضات عن طريق الرحم لطريق الرحم، لطريق الرحم. فعندك هنا المبيض بينتج بويضات، بتروح على الرحم ازاي؟ عن طريق الاهداب، عن طريق الاهداب اللي موجوده في قناه فالوب، اللي موجوده في قناه فالوب. فقناه فالوب تعالى كده اما نقرا، بتبدا بفتحه قمعيه ذات زوائد اسبوعيه حتى تلتقط حبوب اللقاح، عشان لو جاب لك علل، مبطنه باهداب من الداخل. علل ليه؟ لتسير حبوب البويضات في اتجاه الرحم، بتدفع البويضات باتجاه الرحم. الوظيفه التقاط البويضات زي ما احنا لسه قايلين، ودفع البويضات باتجاه الرحم. كده قلنا قناه فالوب. الرحم ده عضو اجوف كمثري، دي بتيجي كتير، اكتب المصطلح العلمي، عضو اجوف كمثري بيستلقي الجنين او بيستضيف الجنين حتى ميلاده. قال لك ده الرحم، ده الرحم. الرحم ده اللي بيشيل الجنين، ده موجود داخل تجويف عظام الحوض من هنا بين المثانه والمستقيم، ده طبعا عند الانثى. قال لك وظيفته ايه؟ استضافه الجنين حتى ميلاده وتغذيته بواسطه المشيمه، وتغذيته بواسطه المشيمه اللي بتبقى متوصله بالحبل السري. الحبل السري بيبقى يكون متوصل بالمشيمه، المشيمه دي اللي بتدي الغذاء للطفل، فبيتم تغذيته بواسطه نقط المشيمه. الرحم ده عضو اجوف كمثري، وظيفته استضافه الجنين حتى ميلاده. المهبل ده انبوب عضلي بيتمدد ساعه الولاده، بيتمدد ساعه الولاده. في حاجه صعبه؟ لا. تعالى بقى نرجع للحته دي تاني. احنا لسه كنا قايلين ان هرمون الاستروجين ده المسؤول عن هرمون الانوثه، ده هرمون الانوثه في انثى الانسان. هرمون الانوثه ده بيعمل بقى من اهم حاجه الدوره الشهريه وهي الطمس. دي دوره تتكرر كل 28 يوم، كل 28 يوم مبيض من دولت، استنى، مبيض من دولت بيطلع بويضه، بيطلع بويضه. مثلا 28 يوم دولت المبيض ده طلع بويضه، هيسكت. الشهر الجاي ده هيطلع، ده هيسكت،
الشهر اللي بعده ده هيطلع، وهكذا ماشي. فقال لك كل مبيض بيطلع كل 28 يوم على التناوب، كل واحد مره قال لك بيطلع بويضه واحده. الدوره الشهريه دي بتبدا امتى؟ بتبدا من سن البلوغ من 11 ل 14 سنه، وتنتهي عند سن اليأس من 45 سنه الى 55 سنه. الكلام ده مهم وعلى فكره وبيجي في اسئله والله. الانثى بقى بتفرز كام بويضه حوالي في السنه؟ لو انت جيت تحسبه وقسمته وضربته كل ده هتلاقي في السنه الواحده بتفرز 13 بويضه، بتفرز 13 بويضه. اكمل، في السنه الواحده الانثى بتفرز كام بويضه؟ 13 بويضه. انثى بالغه لمده 20 سنه فرزت كام بويضه بدون حدوث حمل؟ ما حصلش حمل، افرزت كام بويضه؟ تضرب 13 في 20. صعبه؟ لا. كده خدنا الدوره الشهريه اللي هي الطمس، كل دوره تتكرر كل 28 يوم. اتكلمنا عن الخصيتين ان هم بيفرزوا حاجه اسمها الحيوانات المنويه، واتكلمنا عن المبيضين بيفرزوا حاجه اسمها البويضات. تعالى بقى نتكلم عن كل حاجه منهم وندرسها. قال لك رقم الواحد ده الحيوان المنوي، ده مشيج مذكر. مشيج مذكر قال لك هي خليه متحركه. يعني ايه؟ ده بتطلع من الذكر بتاع الانسان، تدخل في المهبل وتمشي في الرحم وتمشي عند قناه فالوب وتمشي لحد ما توصل للبويضه. خليه متحركه ولا لا؟ طبعا خليه متحركه، خليه متحركه صغيره جدا ويتم انتاجها باعداد كبيره قد كده نظرا لما يفقد منها الكثير. ماشي. بتتركب من ايه؟ رقم واحد تتركب من راس، ماشي. بعد كده قطعه وسطى، بعد كده قطعه وسطى. قال لك بعد كده ادي القطعه الوسطى، ماشي. بعد كده استنى نرسم من تاني. قال لك اول حاجه بتتركب من راس، ماشي. بعد كده العنق، بعد كده القطعه الوسطى، بعد القطعه الوسطى بتتركب من الذيل. فقال لك الراس دي بيكون فيها النواه اللي بتكون فيها نصف الماده الوراثيه. ما انا عندي نصف الماده الوراثيه باخدها من الاب من الحيوان المنوي، والنصف الثاني باخدها من الام. الكان اصلا عنده كم، يعني عنده كم كروموسوم للماده الوراثيه؟ 46 كروموسوم، ده اللي هو الانسان الكامل. طب انا عايز اخد نصهم، يبقى 23 من هنا الاب و23 من الام. فانا عندي الحيوان المنوي بيحتوي على نصف الماده الوراثيه 23 كروموسوم. راس الحيوان المنوي هي اللي بتحتوي على الكلام ده. بعد كده عندي القطعه الوسطى فيها الميتوكوندريا، دي اللازمه لتوليد الطاقه، والديل ده المسؤول عن حركه الحيوان المنوي. ده كده الحيوان المنوي ان هي خليه متحركه وهو المشيج المذكر. على عكسها او على عكسه البويضه هي مشيج مؤنث، خليه ساكنه قاعده في مكانها، وهي خليه كرويه كده بنفس المنظر ده، حاجه عامله زي الكوره قد حجم السمسم، كبيره يعتبر كبيره بالنسبه للحيوان المنوي، وبتنتج بحاجه واحده بس، هي قاعده في مكانها ولا بتتحرك ولا بتروح ولا بتيجي. هنتجها بعدد كبيره ليه؟ لا، انا عايز بويضه واحده بس بتفضل قاعده في قلب قناه فالوب لحد ما يدخل لها اي حيوان منوي، لحد ما يدخل لها الحيوانات المنويه. بتتركب من ايه؟ من غلاف البويضه او جدار البويضه. بعد كده بتتركب جوه من النواه وسيتوبلازم. يجي بقى الحيوانات المنويه عندها بيجوا كلهم ويجوا يفضلوا واقفين قدامها، يفضلوا يفرزوا انزيمات عشان يكسروا غلاف البويضه. حيوان منوي واحد الذي يستطيع ان يكسر الغلاف ده. اول ما يستطيع ان يكسره بيدخل لجوه، والبويضه بقى بتعمل ايه؟ البويضه ما بتسكتش، بتغلف نفسها بغلاف جديد عشان ما فيش حيوان تاني يدخل، هو واحد بس، حيوان واحد بس اللي يدخل. كده بتغلف نفسها بغلاف جديد، فساعتها بيتم حدوث عمليه الحمل. اول ما لحظه الحيوان المنوي يدخل داخل البويضه قال لك ساعتها كده حصل الاخصاب، فكده حصل الحمل. الجنين بقى بيفضل ينمو، بعد كده بيجي ينغرس في بطانه الرحم ويفضل يكبر لحد 9 شهور اللي هي فتره الحمل، وساعتها الام تولده. دي كده اللي هي فتره الحمل. انا كده شرحت لك الاخصاب تم ازاي عند الانسان. قال لك بعد كده ان البويضه بتحتوي على 23 كروموسوم. ركز بقى معايا، بص. قال لك انت دلوقتي الاخصاب عمليه اندماج المشيج المذكر حيوان منوي مع المشيج المؤنث اللي هو البويضه لانتاج الزيجوت، لانتاج الزيجوت هو اللقحه هي البويضه المخصبه. بويضه مخصبه يعني بويضه فيها حيوانات منويه. الزيجوت هي الخليه الناتجه من اندماج المشيج المذكر مع المشيج المؤنث. فتره الحمل اللي انا لسه شارحها، فتره الحمل ده الفتره الزمنيه بين عمليه الاخصاب وعمليه الولاده. كم شهر في الانسان؟ حوالي 9 شهور. فتره حضانه المرض، الامراض اللي بتيجي فتره حضانه المرض، الفتره اللي انا خدت فيها، انا خدت التعب اهو، ظهر فيا؟ لا، ما بيظهرش الا بعد 3 4 ايام مثلا، كل مرض وعلى حسب بقى. الفتره دي اسمها فتره حضانه المرض، الفتره اللي انا خدت فيها المرض الى ظهور المرض. في حاجه صعبه؟ لا. كده الحمد لله اكون نهايه مراجعه تانية اعدادي، مراجعه المنهج بالكامل. شرحنا لك المنهج من اوله لاخره، وحده اولى ثانيه ثالثه. في اي حاجه صعبه ابعت لنا واحنا هنجاوب عليك باذن الله. استنانا باذن الله هننزل لك الحصه بتاعه الحل فيها اهم الاسئله اللي موجوده على المنهج بالكامل اللي باذن الله هتلاقيها في امتحانك. انا كده بص عداني لعب معاك، انا قاعد مش قادر اتكلم. الحصه بص بصورها متواصل، ما بريحش في نص الحصه.
ان شاء الله تكون استفدت من المراجعه. اي حاجه صعبه او اي حاجه مش فاهمها قول لنا عليها واحنا نشرحها لك. كده الحمد لله اكون رجعت لك منهجك بالكامل، منهج الترم الثاني للسنه دي. عايزك تبعت المراجعه دي لكل اصحابك زي ما انا قلت لك في بدايه الفيديو، وتشيرها في كل مكان عشان هي اكيد ان شاء الله انت استفدت منها. البوستر ده هيكون موجود في الديسكريبشن تحت الفيديو. كده اشوفك دايما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.